طيب السلام عليكم، صباح الخير. Let's start sharing screen على طول. اوكي let's start على طول. احنا هنتكلم عن language models or featured learners. اول مره بدانا كان من حوالي شهر، اتكلمنا عن الترانسفورمر اللي بيبقى مكون من two components encoder and decoder. بعدين اتكلمنا عن المودلز اللي بتستخدم الترانسفورمر ككل. بعدين السيشن اللي فاتت اتكلمنا عن BERT which is encoder only model. بعدين النهارده هنتكلم عن الديكودر اونلي مودلز زي GPT. language models are featured learners. البحث ده نزل من OpenAI Labs في 2020. كانوا بينزلوا فيه GPT 3 اللي هو اكبر موديل عملوه ساعتها. الموديل ده كان كبير لدرجه ان كان الفرق بينه وبين اكبر موديل OpenAI عاملينه حوالي 100 ضعف. عشان نفهم الفرق، كان GPT 2 كان حجمه 1.5 بليون بارامتر، ده اكبر نسخه من GPT 2 كانت 1.5 مليار بارامتر. GPT 3 كان 175 مليار بارامتر، طبعا اكبر نسخه برضه من GPT 3 كانت 175 مليار بارامتر، فهو كان حوالي 100 ضعف لGPT 2، وكان كان حوالي 10 اضعاف سوري لاكبر موديل كان موجود انذاك، بغض النظر عن العيله بتاعت GPT. فستيل هو كان اكبر 10 اضعاف من اي موديل تاني موجود، فطبعا الموديل كان حجمه كبير جدا نسبيا. ف that's why البحث ده interesting somehow. بما ان البحث كبير مكون من حوالي 75 صفحه، فاحنا مش هنكفر كل حاجه فيه. احنا هنكفر الموديل، الاركتكتشر بتاعت الموديل، هنتكلم عن شويه ديتيلز الخاصه بالتريننج، هنتكلم عن الداتا سيت بتاعت التريننج، هنتكلم عن الريزلتس على داتا سيتس مختلفه، هنتكلم عن طرق الايفالويشن، وفي الاخر خالص هنتكلم عن حاجه اسمها داتا كونتامينيشن عملوا لها منشن في البحث، وحاجه تفورس ان احنا نتكلم عنها. طيب let's start again. ايه المشكله اصلا؟ ايه اللي ودانا GPT 3؟ ايه اللي حصل خلانا محتاجين نشوف موديل زي GPT 3؟ من زمان قبل GPT 3 كان اي NLP تاسك عشان يتحل محتاج حاجتين. اول حاجه ان احنا نعمل بري تريننج على large corpus of text، بعدين نعمل فاين تيوننج. في الاول خالص هنجيب large corpus of text، هنروح نجيب تكست كتير من على ويكيبيديا مثلا، من على ريديت، من على تويتر، ايا يكن، جبنا شويه تكست، بعدين دربنا النموذج عليه. بعد ما دربناه هنروح نعمل له فاين تيوننج على السبيسيفيك تاسك او التاسك اللي احنا عايزينه عشان يطلع ريزلت كويس عليه. ده شبه اللي احنا بنعمله دلوقتي، بس الفرق ان زمان في 2020 كان في كذا مشكله. اول مشكله ان دلوقتي حالا المودلز عندها جنرال نوليدج، فانت ممكن تساله في الفيزيكس دلوقتي يقدر يجاوبك، حتى لو مش هيبقى سبيريور بس هيقدر يجاوبك في الفيزيكس شويه. بس زمان لما كنت بتدرب على لارج كوربس اوف تكست قبل GPT 3 ما كانش بيبقى عنده النوليدج الكافيه ان هو يقدر يجاوب على اي تاسك، رغم ان اغلبهم كان ممكن يكون جنرال تاسك او حاجات بسيطه، ستيل انت محتاج فاين تيون، فانت كنت بتعمل فاين تيون كتير قوي. وتاني مشكله ان دلوقتي احنا في حاجه اسمها نولج ديستيليشن، او ان انت بتروح تستخدم موديل كبير زي كلاود اوبس مثلا، او موديل ذكي شويه تخليه جنريت داتا ليك، وبعدين تستخدم الداتا دي عشان تفاين تيون بيها موديل. لكن زمان ما كانش فيه النولج ديستيليشن كونسبت ده، فانت محتاج جنريت انت الداتا بنفسك، فانت كنت بتحتاج الاف او عشرات من الالاف من الاكزامبلز اللي انت هتعملهم بايدك، او هتعمل لهم كولكت سام هاو، كليننج سام هاو، بس ما فيش موديل هيعملهم ليك. فكان في مشكله كبيره في ان انت تجهز الداتا بتاعت الفاين تيوننج دي. رغم ان كان في ميزه ان الاركتكتشر هي تاسك اجنوستيك، بمعنى ان انت مش محتاج تغير الاركتكتشر كل ما تعمل فاين تيون للموديل. فلو احنا عندنا موديل هنا اهو، ده بلاك بوكس، ايا يكن الموديل ده الاركتكتشر بتاعته عامله ازاي، بلاك بوكس، وعايزينه يجاوب على الفيزيكس مثلا، هنروح نجيب داتا MCQ فيزيكس مثلا ونعمله فاين تيون عليها. بعدها بشويه احنا عايزينه يكون بيجاوب مثلا على ريدنج كومبريهنشن تاسكس مثلا، او قطعه وبعدين فيها اسئله عن الكيمستري مثلا، ساعتها هنروح نجيب الداتا دي نعمل فاين تيون عليها. الاركتكتشر هنا ما اتغيرتش، الويتس اتغيرت، الويتس بتاعت الموديل اتغيرت، بس الاركتكتشر ما اتغيرتش، فدي ميزه. بس ستيل احنا العيب بالنسبه لنا الداتا بقى دي، الداتا بتاعت الكيمستري او الداتا بتاعت الفيزيكس، احنا محتاجين نجيب داتا كتير، مفيش مصدر يجنريت الداتا اوتوميتد لينا، ولكل تاسك هنعمل فاين تيون، لو في تاسكس متشابهه ستيل لكل واحد منهم هنعمل فاين تيون، فدي كانت مشكله كبيره. احنا محتاجين حاجه تكون مش محتاجين نعمل فاين تيون كل شويه. فهنا في GPT 3 بيعملوا منشن لحاجه مهمه قوي اسمها ميتا ليرنينج. في جزء الميتا ليرنينج لما ننزل نتكلم عنه اكتر، باختصار هو بيضيف ميزه مهمه قوي اسمها learning او learn how to learn. دي اهم حاجه في البحث النهارده، ان احنا عايزين نعمل نموذج يكون بيتعلم ازاي يتعلم، مش لازم يكون فاهم في الفيزيكس مثلا بس يقدر يفهم الفيزيكس بسرعه،
بيحاول يفهم شويه سكيلز، بحيث بعد كده اثناء الانفرنس تايم وانت بتجربه، مش وانت بتدربه خلاص، وانت بتجرب النموذج او وانت بتستخدمه، يقدر يتعلم سكيلز جديده اثناء الاستخدام من غير ما نعمل ابديت للويتس. هنفهم برضو ازاي عملوا كونسبت الميتا ليرنينج ده، او ازاي يليرن هاو ان الموديل بيليرن. طيب جي بي تي 3 ما هو الا اوتو ريجريسيف موديل. لو مش فاكرين، فكونسبت الاوتو ريجريسيف ان لو كان في انبوت زي ده مثلا ووقفنا هنا، ده كده الانبوت. الموديل بيجنريت ا نيو توكن، او التوكن اللي بعدها اللي عليها الدور، اللي هي هتبقى في الاخر خالص، اللي هي مثلا كلمه موديل. فكده بقى مع الانبوت ده كله كلمه موديل، بعدين بيحاول يجنريت توكن جديده وليكن مثلا وذ، وهكذا لحد ما يجنريت توكن اسمها اي او اس او اند اوف سنتنس. عند التوكن دي اللي هي النقطه، او اللي هي علامه الاستفهام، او اللي هي نهايه الجمله. يعني لما يوصل التوكن دي احنا خلاص خلصنا الجمله، ما تعملش جنريشن لاي حاجه ثانيه، خلاص وقف. ده كونسبت الاوتو ريجريسيف. برضو عشان اوضح نقطه، عشان ما نبقاش بنشرح حاجه بشكل خاطئ، هو بيحاول جنريت توكن مش كلمه. فمثلا عند اوتو ريجريسيف دي ممكن تكون اكتر من توكن. مثلا ممكن يخلي اوتو ده كده توكن، بعدين مثلا ريجريس دي توكن، بعدين الاي في اي دي توكن ثالثه، فكده الكلمه بقت 3 توكنز. بس فور سمبلستي عشان نكون يعني مسهلين الشرح اكتر، لما اقول ان هو هيجنريت توكن فانا اقصد ان هو هيجنريت كلمه، لما اقول هيجنريت كلمه انا قصدي ان هو هيجنريت توكن. كونسيدر ان التوكن دلوقتي هي كلمه، عشان بس نسهل الموضوع يعني. هنا مكتوب ان هو اكبر من 10 اضعاف من اي موديل تاني كان موجود، وبالاخص جي بي تي 2 هو اكبر من 100 ضعف منه، which is حاجه كبيره جدا طبعا. بعدين هنتكلم عن التاسكس اللي هو بيحقق ستيت اوف ارت فيها، او بيطلع اكيورسي كويسه فيها، زي الترانسليشن، الكويستشن انسرنج، الكلوز تاسكس، او مثلا الانسكرامبلينج بوردز. انسكرامبلينج ان احنا بندخل كلمه مش مترتبه، فلو مثلا هندخل كلمه articles، ممكن نكتب كلمه articles للموديل كده CLATRISE مثلا. الموديل المفروض لما يشوف كلمه زي دي يحاول يعيد ترتيبها، يخليها ارتكل زي ما هي، يشيل السكرامبلنج اللي على الوورد، يحاول يرتبها بحيث تبقى يطلع بكلمه صحيحه يعني. ولما المودلز بقى عندها السكيل بتاعت الانسكرامبلنج ده اللي بقى يخلينا دلوقتي وانت بتكتب برومبت، لو انت بتكتب بسرعه ولخبطت حروف كلمه مثلا، او كتبت كلمه متشقلبه او حاجه، ستيل الموديل انترنالي هيقدر يفهم انت كان قصدك ايه ويقدر يجاوبك، لان هو somehow internally خلاص بيقدر يتعلم، او بيقدر unscrambling الوردز، او بيشيل الوردز المتلخبطه دي، بيحاول يرتبها تاني. مثلا من التاسكس اللي بيحقق ست اوف ارت فيها ال 3 ديجيت ارثمتيك، اللي هو من 0 لحد 3 ساعات. العمليات الحسابيه اللي بنعملها العمليات الحسابيه اللي بنعملها سواء جمع او ضرب او طرح او قسمه. وفاينلي هنقول ايه الحاجات اللي ستيل رغم ان جي بي تي سبيريور كده او بيعمل حاجات قويه قوي، الا ان هو ستيل ضعيف او بيستراجل مع تاسكس زي الريدنج كومبريهنشن مثلا. لما ننزل النقطه دي تحت هنلقى ان في الريدنج كومبريهنشن الداتا بتاعته بتبقى قطعه، وبعدين شويه اسئله واجابتها، وبعدين سؤال ومستنيين بقى الاجابه. في النوعيه دي من التاسكس جي بي تي ستيل بيستراجل معاهم، ستيل بيطلع اكيورسي مش كويسه او سكورز مش قويه. I think that's it. فخلونا نبدا في اول حاجه خالص. ايه المشكله في جزء الفاين تيوننج؟ احنا قلنا ان الموديل زمان كانت بتعمل بري تريننج، يدربوا النموذج، بعدين نعمله فاين تيون على السبيسيفيك تاسك اللي احنا عايزينه. والله لو في تاسك جديد نعمل فاين تيون عليه، تاسك مختلف نعمل فاين تيون على الداتا بتاعته، وهكذا. بس دي اكيد حاجه مش براكتيكال يعني. فايه المشكله هنا؟ هم عملوا فريم لثلاث مشاكل. اول حاجه اللي هي موست نايف اللي اتكلمنا عنها من شويه، انت محتاج ليبل داتا، انت محتاج لكل تاسك تروح تجيب داتا ليبلد، محتاج تجيب السؤال والاجابه بتاعته، السؤال والاجابه بتاعته، وهكذا. لسه ما فيش نولج ديستليشن، ما فيش موديل كبير تجيب منه الداتا، فانت اللي هتجنريت الداتا دي بايدك كل شويه، او انت اللي هتكتبها بايدك كل شويه. فدي حاجه سيئه، مش كل ما يبقى عندنا تاسك جديده هنروح نجيب له داتا جديده. دي كانت اول مشكله. بعدين تاني مشكله، عشان الموديل يكون قوي فاحنا بنكبر الاركتكتشر، بعدين بنعمله بري ترين على داتا كبيره. عايزين موديل اقوى، نكبر اركتكتشر اكتر، نعمله بري ترين على داتا اكتر، بعدين نعمله فاين تيون على الداتا او التاسك الجديد. المشكله هنا هنتكلم عنها اكتر كمان بحثين في البحث اللي اسمه تشنشيلا، ان لما الموديل بيكبر بعدين بنعمل له بري تريننج على داتا كبيره، لما بنعمل فاين تيون الموديل بيبقى فيه سبيسيفيك نمبر او فيه نسبه معينه بيقدر يكون ساتوريتد بالداتا دي. فمثلا لو الموديل مليار بارامتر، ففي عدد معين من الداتا لازم نعمل له فاين تيون بيها عشان يبقى ساتوريتد، خلاص اتعلم من الداتا دي كل يقدر يتعلمه. لو عايزين نعلمه اكتر او عايزين نديله داتا اكتر ساعتها نكبر الموديل. فالبوينت هنا ان في ريليشن ما بين الداتا اللي بيحصل فاين تيون عليها وما بين السايز بتاع الموديل.
كل ما بنكبر الموديل بنعمل بري ترين على داتا كبيره، ساعتها الفاين تيون، ساعتها هنحتاج داتا كبيره للفاين تيوننج. اللي بيحصل ان هو بيجيب حاجه اسمها سبيريس كورليشن، ان لما بندرب الموديل اما بنعمله بري تريننج هو بيوجد علاقات. لو مثلا واحنا بنعمل بري تريننج لقى شويه حاجات ليها علاقه بالماثيماتكس او بالرياضه، هيحاول يوجد علاقات ما بين المعادلات الرياضيه دي. بنسبه كبيره هتكون علاقات زائفه وعلاقات غلط، لان هو ما اتدربش على داتا كتير قوي بالرياضه، هي داتا ان جنرال ولقى منها جزء من الرياضه، فهيوجد العلاقات دي اللي هي غالبا علاقات زائفه. بعدين لما نعمل فاين تيوننج على ماثيماتكس بس بقى، ساعتها هيوجد العلاقات الحقيقيه بتاعت الماثيماتكس. المشكله هنا ان لما عملنا بري تريننج على داتا كبيره قوي وكان فيها جزء بس ماثيماتكس، هو لقى علاقات زائفه، فخلاص بنى العلاقات دي. لما عملنا فاين تيوننج على داتا حجمها صغير ما لحقش يوجد العلاقات الحقيقيه، العلاقات الصح، فستيل بيمشي بالشكل الزائف ده. فبالتالي لما هنساله الكواليتي بتاعته هتكون سيئه. فعشان نحل حاجه زي دي احنا محتاجين داتا الفاين تيوننج اكبر. فدي كده تاني مشكله، ان احنا عشان نكبر الموديل محتاجين داتا فاين تيوننج اكبر بكتير. بعدين هنلقى ان الجنراليزيشن هنا بيبقى بور سام هاو. عشان نفهم ده خلونا نبعد عن الاي اي خالص. احنا عندنا طالب دلوقتي هاي سكولر، طالب في ثانويه عامه. فطالب ثانويه عامه بيدرس ماثيماتكس، بيدرس فيزياء، بيدرس كيمياء، بيدرس مثلا بيولوجي، بيدرس مثلا جيولوجيا. بعد كده الطالب ده دخل هندسه، قعد 5 سنين يدرس هندسه. بعد الخمس سنين دول لو سالته في الماثيماتكس هيجاوب بشكل احسن بكتير من الاول، لان هو خلاص اوريدي خد ماثيماتكس طول الخمس سنين دول. لو سالته في الفيزيكس مثلا نفس الموضوع. بس لو سالته في البيولوجي اللي هو اوريدي كان بيعرف يجاوب عليها من 5 سنين، دلوقتي في الاغلب مش عارف يجاوب عليها لان هو سابها بقاله كتير قوي. كونسبت الجنراليزيشن ان هو بيقدر يجاوب على حاجات كتيره على الجنرال، بس لما هنعمله فاين تيون في تاسك موستلي بتحصل حاجه اسمها كاتاستروفيك فورجيتنج، او ان هو بينسى شويه تاسكس كان بيعرف يجاوب عليها زمان، دلوقتي هيحاول ينساها او مش هيقدر يجاوب عليها يعني. فدي مشكله عندنا ان الجنراليزيشن بيقل لما بنعمل فاين تيون. ف which is استفدنا بسكيل او قوينا سكيل اللي عملنا فاين تيون عليها، بس خسرنا سكيلز ثانيه كتير. فدي مشكله. وثالث حاجه ان مش دايما اصلا انت بتحتاج تعمل فاين تيوننج، مش دايما بتبقى محتاج داتا للفاين تيوننج. فمثلا هنا لو احنا عايزين نخليه ديسكرايب حاجه دي هي سعيده ولا حزينه، ممكن تكتب له انستراكشن واضحه بس تقول له حاول توضح لي الجمله دي هي سعيده ولا حزينه. الانستراكشن بس ده كفايه ان هو يقدر يتعلم تاسك جديده، ان هو يقدر يحدد فعلا الحاجه دي سعيده ولا حزينه، من غير ما نروح نجيب داتا كتيره قوي نقول له بص الروز دي بتعبر عن حاجات حزينه والروز دي بتعبر عن حاجات سعيده. فمش دايما بنحتاج فاين تيوننج. وثانيا ممكن يبقى عندنا شويه اكزامبلز بسيطه قوي، من خلال الاكزامبلز دي يقدر يتعلم تاسك جديده. يعني لو قلنا له عايزين دي امثله الناس بتعبر عن شجاعتها مثلا، بعدين نطلب منه مثال جديد واحنا اوريدي ادينا له امثله، ممكن يتعلم من الامثله دي فيجاوب. فده اللي جي بي تي بيعملوه، ان بدل ما نروح نفاين تيون احنا ممكن نعمل حاجه اسمها in context learning. كونسبت الان كونتكست ليرنينج او الفيو شوتس لما نتكلم عنه كمان شويه، او الميتا ليرنينج او ليرنينج هاو تو ليرن، كلهم بيعبروا عن نفس النقطه، اللي احنا عايزين الموديل يتعلم اثناء الانفرنس واحنا بنستخدمه، مش واحنا لسه بندربه، واحنا بنستخدمه يحاول يتعلم سكيلز جديده. ازاي عملوا ده؟ من خلال ان هم عملوا تو لوبس للتريننج. اول لوب اللي هي الاوتر لوب ده بيبقى ليرنينج مع ستوكاستيك جريدينت ديسنت او ايا يكن، ده البري تريننج الطبيعي اللي اي حد بيعمله، احنا بنروح نعمل بري ترين للموديل. فرق بس ان احنا هنا عملنا بري ترين للموديل، الاركتكتشر بتاعته كبيره قوي مكون من بارامترز كتير قوي، والداتا اللي اتدرب عليها كبيره والكواليتي بتاعتها كويسه. لما نروح نوصل الداتا هنلقى ان الداتا الكواليتي بتاعتها كويسه، فهو اتعلم سكيلز كويسه. ذاتس ات. طيب اثناء الانفرنس بقى احنا عايزينه يتعلم مثلا جزء الانسكرامبلنج ده او انه يرتب الكلمات. خد ابعت له مثال، دي الكلمه قبل ما تترتب ودي بعد ما تترتب، قبل ما تترتب بعد ما تترتب، هات الكلمه قبل ما تترتب وما تبعتلوش دي، يعني ده كده الانبوت. كم مثال وبعدين السؤال الحقيقي بتاعنا. من خلال الامثله دي هو هيتعلم ازاي يقدر يجاوب ويجاوب عليك. بس خلي بالك التعليم اللي اتعلمه هنا هو ما عملش ابديت للويتس، هو مجرد شاف امثله ما عملش ابديت على الموديل خالص. خلال الامثله دي اتعلم سكيل جديده وبعدين قام رد عليك بالسكيل دي. مثلا مثال تاني هنا هنكتب له انستراكشن فوق، بص ترجم لي مثلا ما بين الانجليش والفرنش. خلي بالك لما كان في ثانكس كانت الاجابه بتاعتها ميرسي، لما كتبنا هيلو مثلا كانت الاجابه بونجور. طيب منت ايه الترجمه بتاعتها؟ ده كده الانبوت بالانستراكشن. الشكل ده هيساعده ان هو لما ندخل له كلمه منت دي يحاول يترجمها من غير ما يكون اتعمل له فاين تيون مخصوص ان هو يترجم بس. فدي اهم سكيل هتبقى موجوده في البحث النهارده. هنا كان بيوضحوا نقطه ان لما بتعمل بري تريننج على داتا كبيره قوي الموديل بيتعلم سكيلز جديده، سيت اوف سكيلز جديده، وبيعمل شويه باترن ريكوجنيشن.
بيتعلم سكيلز تساعده بعد كده في الانفرنس ان هو يجاوب على الانفرنس ده او يتعلم من خلال الانفرنس ده. يعني احنا الموديل اللي عايزين نعمله دلوقتي مش لازم يكون بيفهم في كل حاجه في الدنيا، بس لازم يكون عنده ability ان هو يقدر يفهم الحاجات دي. مش لازم يكون فاهم كيمستري 100% اكنه بروفيسور في الكيمستري، بس عنده السكيلز اللي لو سالناه سؤال في الكيمستري وادينا له كام مثال من خلال الامثله ومن خلال السؤال ومن خلال السكيلز اللي عنده يقدر يجاوب على الكيمستري دي او الاسئله بتاعت الكيمستري دي. طيب خلونا ننزل تحت بعدين هرجع اكمل الجزء ده. انا عايز بس اوضح حاجه، ان الطرق اللي بتستخدم عشان تجاوب على الاسئله في كذا حاجه. اول حاجه الفاين تيوننج. فاين تيوننج احنا دلوقتي هنا في اللحظه دي قبل ما ننزل الجزء ده احنا معانا بري تريند موديل، جبنا موديل كبير دربناه على كوربس كبيره قوي من الداتا، بعدين دلوقتي عايزينه يجاوب على التاسكس بتاعتنا بشكل احسن. قدامنا تو ابروتش. اول ابروتش الفاين تيوننج، ان انت تجيب شويه امثله بعدين تابديت على الويتس بتاعت الموديل، بعدين امثله جديده ابديت على الويتس بتاعت الموديل، وهكذا لحد بعد ما تخلص الداتا دي او تعمل ابديتس. بعد كده هتدخل له سؤال، ومن هنا من قبل ما نبص خالص احنا كويت شور احنا واثقين ان في الاغلب ده هيطلع احسن كواليتي، عشان احنا ضربناه على داتا كتير قوي خاصه بالنوع ده من التاسك. في الاغلب لو سالناه عن النوع ده من التاسك اكيد هيعرف يجاوب. يعني لو الداتا دي بتتكلم عن الفيزياء مثلا، ضربناه على داتا كبيره قوي خاصه بالفيزياء بعدين سالناه، في الاغلب هيجاوب بشكل كويس على الفيزياء بالذات. ده اول نوع. المشكله فيه في كذا حاجه. اول حاجه ان احنا محتاجين داتا كبيره عشان نفاين تيون عليها، محتاجين ريسورسز اصلا للفاين تيوننج، محتاجين وقت نفاين تيون بيه، ففي شويه مشاكل هنا. تاني نوع اللي هو الان كونتكست ليرنينج، اللي هو هنا ده منه كذا حاجه. ممكن الزيرو شوت ان احنا بندخل انستراكشن وبعدين السؤال بس، ذاتس ات. الوان شوت ان احنا بندخل انستراكشن وبعدين بندخل مثال والاجابه بتاعته، بعدين ندخل سؤال اللي هو السؤال الحقيقي بتاعنا بقى ونستنى الاجابه. ولوجيكلي الفيو شوت من الاسم بتاعه ان احنا بندخل برضو الانستراكشن، بندخل شويه امثله key of examples، بعدين بعد كده بندخل سؤال وهو بيحاول يجاوب. اوكي خلينا نوضح نقطه اخيره قبل ما نخلص البارت ده، ان هنا موضحين او مأكدين ان الابروتش ده ستيل بيكون اقل شويه من الفاين تيوننج. فخلينا نقول مثال هنا، لو احنا عندنا تاسك ماثيماتكس وتاسك تاني فيزيكس، بعدين عندنا ثلاثه موديل، موديل اسمه M1 وموديل اسمه P1 وموديل اسمه GPT، ده اللي هو الجي بي تي موديل بتاعنا. M1 ده موديل فاين تيوند مخصوص للماثيماتكس بس، وP1 هو موديل فاين تيوند مخصوص للفيزيكس بس. على التاسكس بتاعت الماثيماتكس هنلقى M1 اغلب او اقوى من جي بي تي، وجي بي تي اقوى من P1. وفي البي هنلقى او الفيزيكس هنلقى ان الموديل فاين تيوند على الفيزيكس اقوى من جي بي تي، وجي بي تي اقوى من M1. الادفانتج هنا ان جي بي تي دايما بيكون اقوى من اغلب المودلز الثانيه اللي مش فاين تيوند سبيسيفيك للتاسك ده. هو جي بي تي مش اقوى من اقوى موديل مصمم للفيزيكس، بس ستيل هو بيقدر يجاوب على الفيزيكس بشكل كويس اقوى من اي موديل ثاني مش مصمم للفيزيكس، وبالمثل مع الماثيماتكس. فده اللي احنا عايزين نوصل له، ان يبقى عندنا موديل مش لازم يكون ستيت اوف ارت في كل تاسك في الدنيا، بس لازم يكون كومبيتنج مع اي ستيت اوف ارت في اي تاسك ثاني، عشان يبقى عندنا في الاخر واحد او وان جنرال موديل بس نقدر نستخدمه في الماثيماتكس، نقدر نستخدمه في الفيزيكس اند سو اون. وهنا مثال عن الشوتس او الامثله. هنا التاسك ان انت تريموف راندوم سامبل من كلمه من وورد. طبعا كل ما الموديل بيكون اكبر طبعا كل ما السكور بتاعه بيكون احسن. فمثلا هنا ال 1.3 السكور بتاعه خلينا نقول مثلا 5 من 100% او 5 من 10%. سوري. ال 13 بارامتر هنقول مثلا 2%، وال 175 مثلا 8%. المين ادفانتج هنا ان احنا لما حطينا مثال واحد بس، عدد الامثله دلوقتي 10 اس 0 اللي هو مثال واحد بس، لما اضفنا مثال واحد بس الموديل الصغير الكواليتي بتاعته تقريبا فضلت زي ما هي او زادت حاجه بسيطه. موديل اكبر شويه الكواليتي بتاعته زادت شويه، بس الموديل اللي هو اوريدي عنده ميتا ليرنينج او بيقدر يتعلم من خلال امثله اللي هو الموديل الكبير بتاعنا اللي هو جي بي تي 3، الاكيوريسي بتاعته زادت من 8% بقت اراوند 44% بمجرد مثال واحد بس اضفناه. ما عملناش اي فاين تيونينج تاني، ما عملناش اي حاجه، احنا زودنا الاكيوريسي حوالي حاجه و30% فرق ما بين التو اكيوريسيز او التو سكورز جاست باي ادين وان اكزامبل. هو مجرد مثال واحد بس في البرومبت خلى الكواليتي تزيد بشكل كبير جدا. فدي الفايده بتاعت الميتا ليرنينج.
في السكورز اللي هنتكلم فيها كمان شويه لما نتكلم على الريزلتس، هم بييفالويتوا جي بي تي اندر 3 كونديشنز او في ثلاث حالات. اول حاله الفيو شوت، ان احنا ندخل شويه امثله كي اوف اكزامبلز، والكي ده هنحدده بناء على التاسك، او وان شوت اللي هو مثال واحد بس، او زيرو شوت ان انت ما تدخلش اي امثله خالص. ده ست دي الحالات اللي بيقيموا فيها جي بي تي. اوكي، بعدين هنشوف في نوعيه من التاسكس زي مثلا على السي او كيو اي على الداتا سيت دي، هنلاقي ان جي بي تي بيحقق سكور. في تاسكس هنلاقي ان جي بي تي حتى بيبقى اقوى من الفاين تيوند موديلز اللي هي مصممه مخصوص للتاسكس دي. في تاسكس ثانيه زي الريدنج كومبرينشن هنا، ان جي بي تي ستيل بيستراجل معاها، ستيل بيطلع سكور سيء قوي عليها. بعدين اخر حاجه نتكلم فيها، ده هيكون اخر سيكشن في البيبر، واخر سيكشن هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، يعني هو الداتا كونتامينيشن. كونسبت الداتا كونتامينيشن عموما، احنا لما بنيجي ندرب موديل بيبقى عندنا ثلاث انواع من الداتا. دي الترين، بعدين فال، واخيرا تيست. الداتا سيتس دي التريننج داتا هي الداتا اللي النموذج بيشوفها اثناء التدريب، اللي اتدرب عليها وشافها وخلاص كله تمام. بعدين الفاليديشن داتا دي الداتا اللي بنفاليديت عليها الموديل، تبقى اثناء التريننج برضو. بعدين فاينلي التيست داتا دي الموديل ما بيشوفهاش اثناء التريننج، اثناء التيوننج ما بيشوفهاش في اي وقت خالص، بيشوفها بعد ما نخلص ونثبت الويتس، تشوف اداؤه بقى على الداتا دي عامله ازاي. انت بتقعد طول السنه تذاكر، بعدين في الاخر خالص ساعه الامتحان بتاع الفاينل بيبقى عندك تيست اكزام. الاكزام ده ما بيكونش من الداتا اللي انت شفتها قبل كده. المشكله هنا ايه؟ المشكله ان في حاجه اسمها داتا كونتامينيشن، معناها ان الداتا بيبقى شكلها عامل كده. دي الداتا بتاعت التيست، في داتا للتيست وداتا للترين، بس في اوفرلاب بينهم هنا كده. معناها ان الموديل شاف الداتا اللي هيتست عليها دي اثناء التريننج، فبما ان هو شافها اثناء التريننج موستلي هيكون اتعلم ازاي يقدر يجاوب عليها، او حافظ ازاي يقدر يجاوب عليها، فبالتالي هيطلع سكور عالي عليها وسكور كويس عليها. ودي حاجه مش جيده. يعني اعتبر مثلا في كلمه في مصر اسمها بصمجه، ان انت قعدت مثلا، انت عندك امتحان كيمستري دلوقتي، بدل ما تذاكر الماده رحت جبت الامتحانات القديمه بتاعت البروفيسور اللي هيمتحنك بكره، جبت الامتحانات كلها وحاولت تبصمج الامتحانات دي، او حاولت تحفظها من غير ما تكون فاهم. لما تلقى الكلمه دي في السؤال فالاجابه هتكون كذا وهكذا. بعدين تاني يوم دخلت تمتحن لقيت في اسئله متكرره فعلا من الامتحانات القديمه دي في الامتحان عندك. اول ما لمحت الكلمه اخترت الاجابه، جاوبت في الاخر خالص جبت نتيجه عاليه، ده شيء كويس، انت جبت سكور عالي. بس فعليا انت ما اتعلمتش كيمستري، انت اتعلمت ازاي تفهم بس الامتحان ده، او ازاي تحفظ الامتحان ده، بس فعليا انت مش كويس في الكيمستري. فمشكله الداتا كونتامينيشن ان انت ممكن تبصمج الداتا او تشوف الداتا دي فتطلع سكور عالي عليها، بس فعليا انت السكور بتاعك الحقيقي مش عالي، انت بس عشان حافظ الاسئله دي. فدي مشكله الداتا كونتامينيشن. بعدين ناس بتوع جي بي تي او بتوع اوبن اي اي وهم بيبنوا جي بي تي 3 اكتشفوا مشكله الداتا كونتامينيشن دي بعد ما كانوا قطعوا شوط كبير قوي في البري تريننج. فكان ان هم يوقفوا كل ده، يعملوا كلين للداتا ويبداوا بري تريننج من جديد، هتكون تكلفته عاليه جدا. فبالتالي ما عملوش كده، كملوا عادي. بعدين عملوا بس سيستماتيك تول عشان تميجر الداتا كونتامينيشن. بعد ما خلصنا خلاص الداتا كونتامينيشن كانت قد ايه تقريبا، ولو شلناها يا ترى السكور هيكون عامل ازاي، يا ترى الموديل هيكون عامل ازاي بالكونتامينيشن ومن غير الكونتامينيشن. افضل من ان هم كانوا يدربوا الموديل من جديد مره ثانيه، يلغوا كل حاجه ويبداوا يدربوه من جديد على داتا ما فيهاش كونتامينيشن. اوكي طيب، تشيلنا لو حد عنده اي حاجه، حد عنده سؤال، كلام بسرعه بتاع الكلام ده. لو حد عنده سؤال ممكن يكتب في الشات. طيب اللي مكتوب هنا اللي كنت بشرحه على الرسمه من شويه، ان احنا بنيفالويت الموديل اجينست الزيرو شوت والوان شوت والفي شوت، وان انت عشان تطلع كواليتي كويسه للموديل فانت يا اما بتعمل فاين تيوننج يا اما بتعمل الكونتكست ليرنينج. بعدين خلونا نخش على تفاصيل الموديل، وخلونا نهايلايت الجزء ده كده عشان ممكن يلخبط، وانا بحضر البحث ده اتلخبطت فيه شويه. اولا خلونا نسكيب دي. ايه الاركتكتشر اللي بتاعت الموديل؟ الاركتكتشر بتاعت جي بي تي 3 هي الاركتكتشر بتاعت جي بي تي 2 بالظبط، ما غيروش اي حاجه. يبقى في امبيدنج وبوزيشنال امبيدنج، بعدين ستاك اوف ديكودر مثلا 12 ديكودر، بعدين في اخر خالص الاوتبوت. دي الاركتكتشر بتاعت جي بي تي 2. الفرق بينها وبين جي بي تي 3 ان هي نفس الاركتكتشر، الفرق بس ان عدد الهيدز بقى 96. في اول بحث اتكلمنا فيه اما كنا بنتكلم عن الترانسفورمرز، اتكلمنا على اتنشن از اول يو نيد، وقلنا ان في حاجه اسمها مالتي هيد اتنشن، بيبقى الاتنشن مكون من كذا هيد. هنا عدد الهيدز 96 والدايمنشن بتاع كل هيد فيهم 128،
لو ضربنا الرقمين دول في بعض هيطلع الدايمنشن بتاعت الموديل ككل اللي هي 12288. دي الدايمنشن بتاعت الموديل، ودي عدد اللايرز، طبعا عدد البارامتر 175 مليار بارامتر، والباتش سايز كان 3.2 مليون، وده الليرنينج ريت. طيب الداتا اللي اتعمل ترين عليها هي 300 بليون توكن او 300 مليار توكن. لما ننزل هنا نبص على الداتا، دي الداتا اللي الموديل اتدرب عليها. في كمان كراول لوحدها هي 410 مليار، بعدين ويب تكست 2 19 مليار، يعني لما نجمع كل دول على بعض هيبقى حوالي 500 مليار توكن. بس هو اتدرب على 300 مليار توكن بس، فازاي الداتا كلها 500 مليار توكن؟ هنا هو مكتوب ان في داتا الموديل شافها اكتر من مره لاكتر من اي بوك. هنا مثلا فالداتا بتاعت ويكيبيديا الموديل شافها اراوند 3.4 من المرات، يعني شافها حوالي 3 مرات ونص. بس الداتا بتاع كمان كراول مثلا هو شافها 44% من المرات بس، يعني ما شافش اصلا الداتا كلها، ما كملش واحد صحيح، ما كملش اي بوك كامله. فمن ال 410 بليون دول الموديل شاف منهم اراوند مثلا 200 بس، الباقيين الموديل ما شافهمش اصلا. فلما نجمع النسب دي هنلقى ان في الاخر الداتا اللي الموديل شافها اثناء التريننج فعلا هم 300 مليار توكن بس، ايفن ان الداتا كلها 500 مليار توكن بس اللي شافهم هم 300 بس. طيب خلينا نرجع عشان نكمل بالترتيب. احنا هنا اتكلمنا عن الاركتكتشر بتاعت الموديل، قلنا ان هي نفس الاركتكتشر بتاعت جي بي تي 2. الفرق بس ان الدايمنشن بتاعت الموديل اكبر، نمبر اوف هيدز اكتر، الباتش سايز كان اكبر. بعدين هنا في حاجه مهمه، الكونتكست سايز بتاعت الموديل هي 2048 توكن. في موديلز دلوقتي الكونتكست سايز بتاعتها اراوند مليون توكن، بس ساعتها كان اكبر رقم هو 2048، ده الكونتكست سايز بتاع الموديل، او ده عدد التوكنز او عدد الكلمات اللي الموديل يقدر يستوعبها. لو اكتر من كده الموديل مش هيقدر يشوفها، مش هيقدر يستوعبها. طيب بالنسبه للتريننج داتا سيت بقى، الداتا سيت هم لاحظوا ان انت لما تدرب على داتا كبيره قوي بس الداتا مش كلين، ده هيكون اسوأ من ان انت تدربه على داتا اصغر بكتير بس الداتا الاصغر دي كلين او الكواليتي بتاعتها كويسه. ده كونسيبت تقريبا كلنا مرينا بيه، اللي هو الجاربج ان جاربج اوت. لو الداتا اللي داخله سيئه فالاوتبوت هيكون سيء مهما كان الموديل عامل ازاي. هم حاولوا على قد ما يقدروا يخلوا الداتا اللي هتبقى انبوت للموديل او اللي هيحصل بري تريننج عليها الكواليتي بتاعتها احسن ما يمكن بغض النظر عن حجمها. المهم ان الكواليتي تكون كويسه بحيث البري تريننج يكون كويس. فعملوا ايه؟ اول حاجه راحوا على كومن كراول اللي هي الداتا اللي اي حد كان بيستخدمها في البري تريننج، بس عملوا حاجه اسمها فازي دي دوبليكيشن. عملوا فلترنج بان هم يعملوا فازي دي دوبليكيشن. ده معناه ايه؟ لو احنا الداتا بتاعتنا كان فيها مثلا الرو ده ماي نيم از عمر، بعدين الرو اتكرر تاني ماي نيم از عمر، بعدين اتكرر تالت ماي نيم از عمر، بعدين اتكرر مثلا مره رابعه، هل في كل مره من دول الموديل بيطلع بمعلومه جديده او بيتعلم حاجه جديده؟ في الاغلب لا، التكرار ده مش هيفيد باي حاجه. احنا لو عايزينه يشوف الجمله دي اكتر من مره هنخليه يعدي على الداتا اكتر من اي بوك. بس لو الداتا نفسها متكرره اكتر من مره وكمان بيعدي عليها اكتر من اي بوك فتقريبا هو ما بيتعلمش معلومه جديده. فكونه ما بيتعلمش معلومه جديده احنا بس حرقنا فلوس اكتر في البري تريننج مش اكتر، which is bad. فعشان نحل ده هم عملوا دي دوبليكيشن على الدوكيمنت ليفل. روح على الدوكيمنت شوف ايه المكرر شيله بحيث ما يبقاش عندنا حاجات كتيره مكرره، بحيث الداتا تبقى كلين اكتر، اصغر الداتا شكلها كلين ما فيهاش حاجه مكرره which is better، فالداتا اكيد هتكون احسن. فحاولوا يقللوا الريدندنسي او التكرارات اللي موجوده في الداتا. ده كده بالنسبه للكومن كراول. بس رغم ان الداتا بتاعتهم بقى شكلها احسن الا ان هم استخدموا اكتر من داتا سيت ثانيه، ان هم قعدوا لفترات كبيره يعملوا سكرابنج للداتا، وبعدين استخدموا داتا زي ويب تكست مثلا، استخدموا داتا زي بوك 1 وبوك 2. الداتا سيتس الكواليتي بتاعتهم احسن من كمان كراود. عشان بعد كده لما نعمل بري تريننج، لما نرجع هنا هم عملوا بري تريننج على اكتر من داتا سيت، مش داتا سيت واحده بس. في داتا سيتس الكواليتي بتاعتها بيبقى عالي قوي، خلوا الموديل يشوفها اكتر من مره، والكواليتي بتاعتها مش اعلى حاجه كان الموديل بيشوفها العدد اقل من المرات يعني. ده كده بالنسبه للاركتكتشر بتاعت الموديل. بالنسبه للتريننج داتا ممكن نروح على 47 او سوري ويت 43 عشان نشوف الهايبر بارامترز في الابندسيز بتاعت الموديل، نشوف تفاصيل اكتر للتريننج بتاع الموديل يعني عشان نكون خلصنا الكونسيبت بتاع التريننج كله. هنا قالوا ان الاوبتمايزر اللي كانوا بيستخدموه اسمه ادم، والاوبتمايزر بتاع ادم بياخد 3 هايبر بارامتر بيتا 1 وبيتا 2 وابسلون. فهنا بيتا 1 كانت 9 من 10، بيتا 2 كانت 95، وابسلون كانت 10 اس سالب 8.
عشان تفهم كونسبت الاوبتمايزر ممكن نسيرش على اليوتيوب، بس فور سمبلستي يعني خلونا نشرح بشكل نايف قوي بسيط قوي. احنا محتاجين نوصل لاقل قيمه من اللوس بتاعنا اللي هو مقدار الخطا، عايزين نخليه اقل ما يمكن. فده بيبقى شكل اللوس. مثلا الموديل بيحاول يقل، الموديل هو نقطه هنا، بعدين ممكن يوصل النقطه دي، يوصل هنا هيلاقي ان هو بيطلع سنه بعدين ينزل تاني، وهو بيطلع هيحس ان دي اقل قيمه عنده فهيثبت هنا، هيقول ده اقل لوس وخلاص مش هيتعلم تاني، ده اقل لوس وصلنا له. وده مش صحيح لان في قيمه اقل بكتير هنا بس الموديل ما شافهاش. الاوبتمايزر مهمته ان هو يحاول يخلي اللوس فانكشن تبقى عامله كده. لما نوصل لاقل نقطه احنا عارفين متاكدين ان دي الجلوبال مينيمم او دي اقل قيمه، احنا متاكدين ان فعلا الموديل مش هيوصل لاقل منها. فده الاوبتمايزر بيحاول يعمله. بعدين الليرنينج ريت ما كانش قيمه ثابته، كان بيزيد لحد قيمه معينه بعدين يبدا يقل تاني. كان بيحصل ايه؟ ان هو عند اول 375 مليون توكن بيعمل ورم اب، ان هو بيحاول يبدا يزيد واحده واحده لحد ما يوصل للقيمه الحقيقيه بتاعته. بعدين هيقعد 260 مليار توكن على نفس القيمه بتاعته، بعدين في الاخر يعمل كوزاين ديكي عشان يوصل ل 10% بس من القيمه الاصليه بتاعته. الباقي اللي هم حوالي 40 مليار توكن هيبقوا ب 10% بس من الليرنينج ريت الحقيقي ده. اوكي اي ثينك ذاتس ات. دي التفاصيل اللي محتاجين نعرفها عن التريننج. لو حد عنده سؤال ممكن يكتبه في الشات برضو، I'm gonna switch كل شويه اشوف لو في حاجه. طيب احنا كده شفنا الاركتكتشر بتاعت الموديل، شفنا ازاي بنعمله تريننج، شفنا التريننج داتا. التريننج شفنا بس الاوبتمايزر اللي بيستخدم والهايبر بارامترز بتاعته. لو انت انترستد انت تشوف جي بي تي ازاي تعمل له تريننج بالظبط من جوه، ممكن تشوف الامبلمنتيشن بتاعه فروم سكراتش يعني، بس دي اوت اوف اور سكوب دلوقتي. طيب حاجه اخيره هنا، الرسمه دي بتعبر عن حاجه اسمها بيتا فلوبس داي، فخلونا نقسمها واحده واحده. الاول كلمه فلوب دي اختصار لفلوتنج بوينت اوبريشن او العمليات الحسابيه اللي اتعملت. بعدين فلوبس دي العمليات الحسابيه اللي اتعملت بير سكند، كم عمليه حسابيه اتعملت في الثانيه الواحده. بعدين فلوبس داي معناها كم عمليه حسابيه بتتعمل في الثانيه اتعملت على مدار اليوم كله بقى. في الاخر خالص بيتا هي وحده تكبير زي المليون والمليار وهكذا، فبيتا هي 10 اس 15. احنا عندنا مليون، بعدين الاكبر منه مليار، بعدين الاكبر منه بيتا. فالرسمه دي بتعبر عن كام 10 اس 15 عمليه حسابيه بتتعمل في الثانيه على مدار اليوم اتعملت عشان ندرب كل نموذج من دول. طبعا كل ما النموذج يكون اكبر كل ما يحتاج عمليات حسابيه اكتر، كل ما هياخد عمليات حسابيه اكتر يعني. فهنا اكبر حاجه طبعا جي بي تي 3 اللي هو 175 مليار توكن، ده خد اكتر وقت او اكتر بيتا فلوبس يعني. ولكن في حاجه مهمه من الرسمه هنا ممكن نطلعها. هنا عند الموديل ده لو عملنا لاين من الموديل ده هنروح عند روبرت اي لارج اللي هو الموديل ده. لو بصينا الفرق بين روبرت اي لارج ده 355 مليون بارامتر، جي بي تي 3 اللي هو 2.7 اللي هو اراوند 3 مليار بارامتر، اللي هو اراوند تقريبا 10 اضعاف روبرت اي لارج. بس رغم ان هو 10 اضعاف الا ان هو خد تقريبا نفس المده بتاعت التريننج او الريسورسز بتاعت الكمبيوتيشن يعني. بس ازاي رغم ان هو 10 اضعاف؟ يعني المفروض ياخد 10 اضعاف الريسورسز. هنا عشان نفس النقطه اللي اتكلمنا فيها بيزد اون السكيلينج لوز، انت ممكن تدرب الموديل على توكنز اقل بكتير بس الكواليتي بتاعت التوكنز دي تكون كويسه. ده هيخلي الموديل يتعلم نفس الموديل الاصغر ده يتعلمه نفس الكواليتي نفس الاكيورسي نفس كل حاجه، رغم ان الموديل حجمه اكبر بكتير واتدرب على داتا اقل بكتير. ف still it's all about the quality of data يعني. الجزء اللي عامل له هايلايت هنا ده الجزء اللي كنت بوضحه من شويه، ان هم خدوا بالهم ان في اوفرلاب ما بين الداتا بتاعت الترين والداتا بتاعت التيست، ولكن بيزد اون الكوست بتاعت التريننج ما كانوش يقدروا خلاص يعملوا ريترين الموديل مره ثانيه يعني. فبالتالي قالوا خلاص نشوف بس التول اللي هنقدر نقيس بيها الكونتامينيشن دي ونقيسها بدل ما نعمل ريترين يعني. اخر حاجه نقولها في التريننج بروسيس الجي بي يو اللي استخدموه كان في 100. اوكي طيب خلينا نروح على تاني حاجه. I just wanna double check ان الريكوردين تمام كله تمام. اوكي طيب تاني حاجه هنتكلم عنها او مش عارف بقى الحاجه رقم كام بصراحه، الايفالويشن. احنا عايزين دلوقتي نيفالويت الموديل بعد ما عملنا له بري تريننج. في كام معلومه كده. اول حاجه ان احنا المفروض هنيفالويت اجينست الشوتس سواء 1 شوت او في شوت، ففي الفيو شوت احنا محتاجين عدد معين من الامثله. فعشان نحدد العدد المعين بتاع الامثله ده او عشان نجيب الامثله في كذا حاجه. اول حاجه لو التريننج سيت بتاعتنا فيها امثله، يعني الداتا سيت بتاعت التريننج متقسمه الامثله والاجوبه بتاعتها، ساعتها خلاص هنستخدم الامثله دي من التريننج سيت.
ناخد كذا مثال من التريننج سيت، بعدين نكتب السؤال بتاعنا ونستنى الريسبونس بقى. طب ان كيس ان الداتا بتاعتنا انسوبرفايزد، وده في الاغلب بيحصل ان الداتا بتبقى بلين تكست زي التكست اللي موجود قدامنا ده، مش متقسم لامثله، ساعتها هنروح على الديفلوبمنت سيت اللي هي الايفالويشن سيت او السيت بتاعت الديفلوبمنت، ناخد منها الامثله، ناخد شويه امثله منها وبعدين نستخدمهم في الاخر خالص في التيست. عدد الامثله بيكون قد ايه؟ ممكن صفر، ممكن 10، ممكن مليار. احنا بنحدد العدد ده على اي اساس؟ اول حاجه بتليمت عدد الامثله هو الكونتكست سايز ان هم 2048، فلازم الامثله دي كلها على بعضها يكون اقل من 2048 عشان ما نقدرش نكسيد الكونتكست سايز. بعدين تاني حاجه ممكن نروح للرسمه دي. هنا لما شرحت من شويه ان لما مثال واحد بس اتضاف الاكيورسي زادت، بس بعد شويه لما بدانا نزود عدد الامثله لقينا ان السكور بيزيد، بعدين بيقل، بعدين بيزيد، بعدين بيقل حاجه بسيطه قوي، بعدين بيزيد تاني، فهو بيأوسيليت في حته كده. فزياده الامثله دي مش هتزود حاجه في الكواليتي لحد ما يوصل للساتوريشن بوينت، بعدها كل ما هنزود الامثله مش هيزود اي حاجه في الكواليتي، فبالتالي زياده الامثله دي مش هتضيف بحاجه، واي حاجه مش بتضيف يبقى وجودها مش هيفيد بحاجه، بالعكس هيضر لان ساعتها هنحتاج كوست اعلى يعني. فهنا مكتوب ان larger values of k مش دايما الحل الامثل، او مش دايما بتكون افضل يعني. كل ما الكي بتزيد الكواليتي بتزيد لحد ما بنوصل عند بوينت بعدها الكي خلاص زيادته مش بتفيدنا باي حاجه، فاحنا مش محتاجين نزود الكي تاني. طب بنحدد برضو ستيل العدد ده ازاي؟ ده بيزد اون ترايلز، بس لكل تاسك من التاسكس اللي هنتكلم فيها كمان شويه هم عملوا كذا تجربه لحد ما قالوا ان مثلا النوعيه دي 15 مثال انف، النوعيه دي مثلا 64 مثال، وهكذا. بعدين في حاجتين كمان بالنسبه للام سي كيو او الاسئله بتاعت المالتيبل كويستشنز، دول هنوضحهم وبعدين نخش على الريزلت سيكشن على طول. فانا هستفيد في الجزء ده، بعدين خليني اوقف دقيقتين لو حد عنده سؤال. اول حاجه هتكلم عنها هي البير توكن لايكليهود عشان نورماليز فور لينث. خلونا نبص على السؤال ده. ايه اكبر بلانيت في السولار سيستم؟ المفروض الاجابه هي جوبيتر. قبل ما اكمل احنا عارفين طبعا ان البروبابيلتيز دايما بتكون اقل من واحد. عمرك ما هتلقى probability مثلا احتمال ان الكلمه دي تظهر مثلا 1 وربع، دايما بتكون اقل من واحد، مثلا 9 من 10. وعارفين طبعا ان اي حاجه بنضربها في رقم اقل من الواحد فقيمتها بتقل، يعني لو ضربنا 5 مثلا في 9 من 10 الناتج اللي هيطلع اكيد اقل من 5. طيب انا ليه بقول كده؟ هنا احنا عايزين نشوف ايه الاجابه الصح. المفروض الاجابه الصح هي جوبيتر. طيب عشان نعمل كده تعالوا نشوف البروبابيلتي لكل سؤال من دول. هنا قال ان البروبابيلتي بتاعت مارس مثلا، خلينا نخليها احسن عشان ده كان تايبو، نخليها 35%. البروبابيلتي بتاعت مارس 35%. طيب البروبابيلتي بتاعت تاني اجابه هيحسب الاول واحده بس اللي هي ذا، طلعت مثلا 30، بعدين اللي بعدها بلانيت جيفن ذا هيطلع 40، بعدين جوبيتر هيطلع 50. لما نضرب الثلاثه بروبابيلتيز دول في بعض الناتج طلع 6%، اللي هو اقل بكتير من 35%، فبالتالي هو يختار مارس، بس هي الاجابه مش مارس. فاحنا ازاي نخليه يختار الاجابه الصح فعلا بغض النظر عن اللينث؟ في الاخر خالص بعد ما تطلع البروبابيلتي سواء دي او دي خليها اس واحد اوفر نمبر اوف توكنز، يعني خلي البروبابيلتي بتاعتك ارفعها لاس واحد على عدد التوكنز تي مثلا. فالمثال الاول كانت التوكنز هي توكن واحده بس، فبقت 3 اس 1 على 1 اللي هي برضه 3%، طلعت 3%. بس تاني مره اللي هي كانت 6%، لما خليناها اس 1 على 3 بقت 39%، اللي هي اكبر فوق من ال 35% هنا، فبالتالي اختار تاني اجابه اللي هي دي. رغم ان السيكونس اطول، بس احنا عملنا نورماليزيشن هنا ان نحاول على قد ما تقدر ما تطلعش سكور قليل بغض النظر عن طول اللينث، يعني بغض النظر عن طول الاوتبوت او اللينث بتاع السيكونس. حاول على قد ما تقدر تعمل نورماليزيشن بحيث تختار الاجابه الصح عشان هي صح فعلا، مش عشان هي السيكونس بتاعها اقصر مثلا او حاجه. دي اول نقطه. بعدين تاني نقطه ان هم عملوا كمان هنا كونديشننج على كلمه الانسر كونتكست. عشان نفهمها خلينا ننزل بمثال تاني كده. احنا سالنا هنا ايه العضو المسؤول ان هو يضخ الدم لجسم الانسان؟ فالمفروض الاجابه الصح هي القلب او الهارت. بس اللي بيحصل هنا الموديل واحنا بنعمل بري تريننج شاف كلمه العقل مثلا مليار مره وشاف كلمه القلب مرتين بس. فبما ان هو شاف كلمه العقل اكتر بكتير هو بيحب الكلمه دي اكتر او بيفيفر الكلمه دي لان هو شافها كتير قوي وتعود ان هو يتكلم بيها كتير قوي. فبالتالي لما نساله سؤال لو كلمه برين موجوده وكلمه هارت موجوده وهو شاف برين اكتر بكتير ممكن يطلع ان الاجابه الصحيحه هي برين، رغم ان هي مش برين بس هو عشان شافها كتير كومبيرنج تو الهارت. فهنا مثلا
هيطلع ان probability الهارت هي 25%، probability البرين 30%، كده البرين اكتر، فالمفروض يختار برين. بس اللي احنا عملناه ان احنا جبنا البروبابيلتي بتاعت كل كلمه اللي هي البرين والهارت، كل انسر من دول given او based on كلمه انسر، مش انسر، لا كلمه انسر نفسها، الكلمه دي كده. يعني خد الكلمه دي از سترينج، قول له بص لو انا مدخل لك كلمه انسر، احتمال انت تطلع هارت قد ايه، واحتمال انت تطلع برين قد ايه. فبما ان انسر مالهاش اي علاقه بهارت او برين، الاحتمالات اللي هيطلعها دي بناء عن مدى تكرار الكلمه او هو شاف الكلمه قد ايه. فهنا طلع 25% وهنا 5%. دي معناها ان هو بيفضل كلمه برين لو ما عندناش انبوت خالص او عندنا كلمه انسر دي بس، بيفضل كلمه برين اكتر من كلمه هارت ب5 اضعاف تقريبا. بعد ما حسبنا النسبه دي، اقسم البروبابيلتي بتاعتنا اللي طلعت اللي هي دي البروبابيلتي بتاعت الكلمه جيفن الكويري على البروبابيلتي بتاعت الكلمه جيفن كلمه انسر. فلما نقسم 25% على 5 من 100 هيطلع 5، لما نقسم 30 على 25 هيطلع 1.2. فمن هنا لقينا ان كلمه هارت هي الاجابه الصح. هو بس اداها سكور اقل لان هو كان شاف كلمه برين اكتر بكتير، فبيحب كلمه برين اكتر. ده كده تاني حاجه عملوها في الايفالويشن بحيث يضمنوا ان الريزلتس دايما هتكون دقيقه. بعدين حاجه اخيره مثلا ان في الباينري كلاسيفيكيشن الحاجات اللي اجابتها بتاعتها 0 او 1 حولوها لام سي كيو، والاوبشنز تبقى ترو او فولس بحيث في الاخر يبقى اغلبها مالتيبل كويشن انسرز. واخر حاجه هنقولها هنا ان هم يستخدموا بيم سيرش. قبل ما اروح على البيم سيرش عايز اتاكد بس لو حد عنده سؤال او حد مش فاهم اللي انا قلته. Still if you have any question just type it في الشات. طيب خلونا نشخبط هنا كده عن البيم سيرش. طيب لو احنا عندنا انبوت زي ده عليه فودافون نير، وبعدين مستنيينه يجنريت بقى بعد كلمه نير دي، ففي كذا طريقه. اول حاجه احنا عارفين ان هو في الاخر خالص بعد ما يبقى عايز يجنريت كلمه بيروح على الفيكتور بتاع الفوكابلري او بتاع الكلمات اللي الموديل يقدر يذكرها، اللي هم مثلا الموديل اتعلم من 1 لحد مثلا 100 او 1000 مثلا. دول ال 1000 كلمه الموديل يقدر يتكلم بيهم، ما يعرفش اي كلمه ثانيه وما يعرفش اي توكن ثاني. فالمفروض هنا بما ان احنا اوتو ريجريسيف بيحاول يجنريت التوكن اللي عليها الدور، بيجيب probability في الاخر خالص لكل كلمه من ال 1000 كلمه اللي عنده. فالكلمه مثلا رقم 17 اللي هي مثلا كلمه تو هي اعلى probability، ساعتها يقوم كاتبها هنا. بعدين ياخد السيكونس ده كله يحسب الفيكتور اوف probability مره ثانيه، يشوف ايه الكلمه اللي عليها الدور، طلعت كلمه مثلا رقم 3 هيقوم كاتبها بعد 2 وهكذا لحد ما يوصل للاي او اس. الطريقه اللي انا شرحتها دي اسمها جريدي، الجريدي سيرش. طيب في جي بي تي هم استخدموا حاجه اسمها بيم سيرش. خلينا ناخد السيكونس ده كده كله كوبي. طيب البيم سيرش بقى بيشتغل ازاي؟ ان بص انت خد برضو السيكونس بتاعك، بعدين روح على الفوكاب، طلع probabilities. بس الفرق ان شوف الويندو بتاعتنا كام او البيم سيرش سايز كام. هم هنا او الكي كام؟ هم هنا في البحث بتاع جي بي تي 3 قالوا ان الكي ب3 او الكي ب4 سوري. فمعنى ان الكي ب4 ان انت روح من 1 لحد ال1000، ما تختارش اعلى كلمه بس، لا اختار اعلى 4 كلمات. فخلونا ناخد السيكونس مره كمان كده كله كوبي. لما يختار اعلى 4 كلمات كده احنا عندنا 4 كلمات مختلفين، فبالتالي عندنا 4 سيكونسز مختلفين. مثلا اول سيكونس كان نير واعلى كلمه كانت تو، بعدين تاني اعلى كلمه مثلا كانت باي مثلا، وتالت اعلى توكن كانت ويز مثلا، مثلا واعلى رابع كلمه كانت فور. كده احنا عندنا 4 سيكونس. لكل سيكونس من السيكونس دول احسب الفوكاب فيكتور تاني اللي هو بيبقى موجود probabilities لكل كلمه. فكده احنا عندنا 4 فيكتور. ادي فيكتور تالت مثلا يعني ده فيكتور الرابع بغض النظر عن سوء الرسم. طيب احنا عندنا دلوقتي 4 فيكتورز. السيكونس ده الفيكتور بتاع البروبابيلتيز بتاعه، السيكونس الثاني ده فيكتور البروبابيلتيز بتاعه، وهكذا الباقيين. اختار اعلى 4 توكنز عموما، اعلى ان جنرال بقى. فمثلا هيبقى ان هنا
اعلى توكن هنا 1 2 دول اعلى 2 مثلا، ودي الثالثه، ومثلا دي الرابعه، اعلى من حيث البروبابيلتي طبعا او من حيث السكور. احنا عندنا دلوقتي 4 فيكتورز، رتب السكورز كلها، اختار اعلى 4، فمثلا دول اعلى 4، هنا مفيش حاجه عاليه فخلاص هيدروب ده، هيدروب السيكونس ده كله. بعدين من هنا هيجنريت 2 سيكونسز تانيين، من هنا هنجنريت سيكونس كمان وسيكونس كمان، بحيث في الاخر خالص يبقى عندك دايما 4 سيكونسز بس. 4 سيكونس، احسب لكل سيكونس منهم البروبابيلتي بتاعت الفوكاب، كده انت عندك 4 فيكتورز اوف بروبابيلتي، نقي اعلى 4 توكنز عموما في كل دول، اختارهم، يبقى عندك 4 سيكونسز، كمل وهكذا، بحيث في الاخر خالص احنا مش بنكسكلود، مش بيبقى عندنا سيكونس واحد بعدين يبقى فيه 4 بعدين 16 وهكذا، لا احنا بنحافظ دايما ان يبقى عندنا 4 بس، عشان ما يحصلش اكسبلوجن يعني. لحد ما في الاخر خالص نوصل الاي او اس عندهم كلهم، جبنا نهايه السيكونس فيهم كلهم، بعدين هنختار سيكونس منهم بقى. بس في مشكله برضو هنا ممكن ناخد بالنا منها، ان ممكن السيكونس ده نوصل اي او اس بعد توكن واحده بس هنا مثلا، وهنا نوصل اي او اس بعد 100 توكن، بما ان احنا عارفين برضو ان البروبابيلتيز بنضربها في بعض وكلها اقل من بعض، فكده الموديل ممكن يفضل السيكونس القصير بس. فعشان يهندلوا ده قسموا على حاجه اسمها الفا، فين هنا، حطوا حاجه اسمها لينث بينالتي الفا. احسب البروبابيلتي لكل سيكونس، بعد ما تحسب البروبابيلتي اقسم على طول السيكونس مكون من كام توكن مرفوعه اس الفا. الفا دي لو كانت سالب ساعتها الرقم ده هيطلع فوق، او اكننا بنضرب في رقم، فساعتها كل ما السيكونس اطول كل ما الموديل هيحبه. ولو الفا كانت اكبر من 1 ساعتها الرقم ده هيقل بكتير، فساعتها كل ما السيكونس اقصر كل ما كان هيكون افضل بالنسبه للموديل. فمن الاخر يعني ان بعد ترايلز كتيره لقوا ان الاوبتيمال فاليو للالفا هي 6 من 10. ده ساعتها هيحاول على قد ما يقدر يحاول يعمل نورماليزيشن لللينث برضو، ان هو ما يطلعش سيكونس كبير قوي ولا يطلع سيكونس صغير قوي، بس ان السؤال نفسه هيحدد السيكونس لينث يعني. اوكي ذاتس ات. في الاخر خالص قالوا ان هم بيستخدموا مثلا اف 1 عشان نحسب السكور. لما نخش على السكشن ريزلتس دلوقتي حالا، المترك اللي هيستخدموها هي الاف 1. فقبل ما نخش، عشان حاسس ان انا اتكلمت في تفاصيل كتير، حاسس ان انا اتكلمت بسرعه شويه، عايز اتاكد حد عنده مشكله؟ لو حد على الاقل سامعني حتى اكتب بس في الشات او اديني رياكشن، عشان حاسس ان المايك فيه مشكله او حاجه. زي الفل. اوكي جميل قوي. طيب احنا كده اتكلمنا عن جي بي تي 3، اتكلمنا عن التريننج بتاعه، الاركتكتشر بتاعت الموديل، الهايبر بارامترز. بيرفكت. اتكلمنا عن الهايبر بارامترز، واتكلمنا عن الداتا اللي استخدموها في البري تريننج، اتكلمنا عن المشكله بتاعت الداتا كونتامينيشن، وهنتكلم تحت ازاي عملوا لها هاندلنج. السكشن اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو ريزلتس، ده اكبر سكشن في البيبر، ومش هنعدي عليه كله طبعا، مش هنعدي على كل نوع من انواع التاسكس لان تقريبا هم سيم كونسبت، فاحنا هنشوز منهم حبه كده. فمثلا خلونا نبدا باول واحد، وهو التاسك بتاع لامبورا. شكل الداتا عامل كده، ده نوعيه من الامثله. بيبقى عندنا انبوت وعايزين نجنريت كلمه، والكلمه دي دايما بتكون في اخر السيكونس. ده شكل التاسك بتاع لامبودا. بعدين الريزلت بتاعت الموديل اداؤه عليه كان بيطلع اراوند 86.4% على الاكيورسي. خلينا نبص على الرسمه ده كده 86.4، وده اعلى بحوالي رقم 18% تقريبا، هنشوفها من البيبر تحت، بس اعلى حوالي تقريبا 18% من الستيت اوف ارت. شوف ايه الستيت اوف ارت الموجود دلوقتي، اقوى موديل موجود بيعمل ايه. جي بي تي مع فيو شوت ب 15 مثال هيطلع سكور اعلى منه. حتى من بالزيرو شوت من غير اي امثله خالص، ستيل جي بي تي 3 كان بيطلع اكيورسي اعلى من الستيت اوف ارت. وفي حاجه هنا غريبه هنشوفها مختلفه في الرسومات تحت، ان هنا بالزيرو شوت بيطلع سكور اعلى من الوان شوت، يعني لما ما بندخلش امثله خالص بيطلع سكور احسن من ان احنا ندخل مثال واحد. لما نبص تحت هنلقى ان احيانا لما بندخل مثال واحد بيطلع السكور حاجه اعلى او بيحسن السكور، واحيانا لا. بس احنا ضامنين دايما ان لو الامثله كتير، يعني لو في شوت كده كده السكور هيكون احسن، بس لو وان شوت ممكن يحسن وممكن لا. That's it for لامبادا. هنا من اول زيرو شوت هو بيطلع اعلى من الستيت اوف ارت، هنا 76.2، الستيت اوف ارت موجود على لامبادا ب 68. فعلى الداتا بتاعت لامبادا بالاكيورسي ستيل جي بي تي من اول ما كان زيرو شوت هو بيطلع سكور احسن منهم كلهم. طيب
آه، بعد كده خلونا نروح على الكلوزد بوك كويستشن انسرنج. فمثلا خلونا نتكلم عن التريفيا كيو اي، الداتا دي، ودي بتبقى اسئله واحنا مستنيين الاجوبه بتاعتها. كويستشن انسرنج بسيطه، مثلا موجوده في 59 في الابندسيس. لو رحنا على 59، ده شكل مثال من الداتا بتاعت تريفيا كيو اي. ده الكونتكست او ده السؤال من اول هنا كده، دخلنا له سؤال واحنا مستنيين يطلع كونكلوجن في الاخر، بس ذاتس ات. يعني الموضوع بسيط قوي. على تريفيا كيو اي، على تريفيا كيو اي هنا، ودي حاجه كانت غريبه ان هو طلع ستيت اوف ارت. طبعا باقي الداتا سيتس الثانيه زي مثلا الناتشرال كيو اس، اعلى موديل كان الموديل الفاين تيون سبيسيفيكلي للنوعيه دي من التاسكس، وكمان بيراج، يعني بيستخدم راج او بيريتريف انفورميشن لكل سؤال منهم عشان يقدر يجاوب عنه. موستلي في الاغلب دايما اي حاجه فاين تيوند ومعاها راج هتطلع كواليتي احسن. فعلى الناتشرال كيو اس ده طلع كواليتي احسن اللي هي 44. جي بي تي ما كانش طلع 30% حتى بالفيو شوت. بس على تريفيا كيو اي هو بي اوت بيرفورم هنا بالوان شوت، بيبقى زيه زي الراج والفاين تيون بالظبط. مع الفيو شوت بي اوت بيرفورم الستيت اوف ارت، رغم ان الستيت اوف ارت ده هو فاين تيوند وراج، الا ان جي بي تي 3 مع كم مثال بيطلع كواليتي احسن منهم بكتير، او مش بكتير قوي بس بيطلع كواليتي احسن منهم. يعني هنا 71.2، هنا كان 68. طيب واحنا بصينا على شكل الداتا هنا، ده الفاين تيون ستيت اوف ارت، ده مكانه اللي هو تقريبا زيه زي الوان شوت بالظبط على جي بي تي 3. مجرد ما نزود الشوتس دي شويه او نزود الامثله بالاخص يكونوا 64 مثال، ساعتها جي بي تي 3 هيطلع كواليتي احسن من اي ستيت اوف ارت موجود اناليتيك يعني. طيب تاني نوع من انواع التاسكس هنتكلم عنه هو الترانسليشن. خلونا نبص على الرسمه دي على طول. بيولوجيك حتى من غير ما نبص على الرسمه، الموديل اتدرب اكبر لغه اتدرب عليها هي الانجليش، فبالتالي هو بيعرف يتكلم انجليش اكتر من كتير من اي لغه ثانيه. فلو انت اديت له اكسبريشن مثلا بالفرنش وبعدين طلبت منه يعبر عنه بالانجليش، هيعرف يعبر بمليار طريقه لان هو اتعلم انجليش بشكل كبير قوي. بس لو العكس، لو اديته الداتا دي انجليش وقلت له عبر عنها بالفرنش، معلوماته في الفرنش هتبقى ليميتد، فاداؤه في الفرنش هيكون سيء. يعني انت تترجم من اي لغه للانجليش هيطلع سكور، بس ان انت تترجم من الانجليش لاي لغه ثانيه بيطلع سكور اقل بكتير. ده ممكن نشوفه من الرسمه هنا، ان السوليد لاينز دي ان انت من لغه للانجليش، الداشد لاينز ان انت من الانجليش للغه ثانيه. فمثلا هنا اول لاين فوق خالص الاخضر اللي فوق ده كان بيترجم من جيرمان لانجليش، بعدين اللي تحتيه كان بيترجم ما بين رومانيان لانجليش وبعدين من فرنش لانجليش. هنا العكس، بيحاول من انجليش لفرنش، او من جيرمان من انجليش للجيرمان، واخيرا من انجليش لرومانيان. كل ما بتترجم للانجليش الكواليتي بتاعه بيكون احسن بكتير، بس لما بتترجم للغه ثانيه في الاغلب الكواليتي بتقل بشكل كبير. دي التيبل. لو بصينا هنا الارقام اللي تحتها خط دي الستيت اوف ارت، بس الانسوبرفايزد ستيت اوف ارت. دايما هنا لما يبقى من فرنش لانجلش هتلاقي جي بي تي 3، من داتش لانجلش مثلا هتلاقي جي بي تي 3، من رومانيان لانجلش ستيل جي بي تي 3 مع فيو شوتس بي اوت بيرفورم اي حاجه ثانيه. بس العكس غير صحيح. يعني هنا لما كنا بنترجم من انجلش لفرنش كان الستيت اوف ارت السوبرفايزد اعلى منهم كلهم، وعلى حاجه انسوبرفايزد كان موديل اسمه ماس مش جي بي تي 3. بالمثل وانت بتحول من انجلش لداتش، هنا جي بي تي 3 اراوند تقريبا فرق 1% بس او 1 من 10% لامبورت اللي هو كان ستيت اوف ارت ساعتها انسوبرفايزد ستيت اوف ارت. بس السوبرفايزد ستيت اوف ارت كان ابعد منهم، اعلى منهم هما الاثنين، وهكذا يعني. فدايما وانت بتترجم لانجلش الموديل هيطلع ستيت اوف ارت، بس وانت بتترجم من انجلش للغه ثانيه على حسب اللغه، وفي الاغلب مش هيكون ستيت اوف ارت. That's it for translation. بعدين خلينا نروح بقى على الوينو جريد والوينو جراند عشان دي حاجه انترستنج قوي. التاسكس بتاعت الوينو جريد دي ان احنا خلينا نبص حتى على مثال الاول. بس هو عموما احنا بندخل كلمه بيبقى عندنا كونتكست وفي كلمه، بعدين الموديل بيحاول يشوف ايه الضمير ده بيعود على انهي كلمه. او خلينا نشوف مثال احسن. وينو جريد كان في 53. المثال ده هنفهم منه. ده كده context. Grace was happy to trade her sweater for my jacket. بعدين she thinks ده sweater وهنا she thinks ده jacket. هم نفس الانبوت نفس الكونتكست بالظبط، فرق ان هنا حطينا sweater وهنا حطينا jacket. التارجت كومبليشن عندنا هو looks dowdy on her. كلمه dowdy معناها ان هو شكله قبيح او مش جميل عليها.
فاحنا عايزين الموديل يختار الكونتكست الصحيح. هل يا ترى هي كانت سعيده ان هي تبدل السويتر بالجاكيت عشان السويتر شكله وحش ولا الجاكيت شكله وحش؟ دايما السويتر، لان هي بدلت الحاجه اللي شكلها قبيح بالحاجه اللي شكلها كويس. احنا عندنا اتنين كونتكست، مره هي بدلت السويتر ومره عشان الجاكيت هو اللي شكله وحش. يا ترى السويتر ولا الجاكيت؟ معانا اتنين كونتكست، معانا كومبليشن. شوف الموديل هيفيفر او هيدي probability اعلى لاني كونتكست فيهم، هيحب اني كونتكست فيهم. وبناء على البروبابيلتيز دي وهو بيفيفر اني كونتكست فيهم بنكتب السكور بقى بتاع الموديل، الكواليتي بتاعته عامله ازاي. ده بالنسبه للوينو جريد. والداتا اللي اسمها وينو جراند هي نفس الكونسبت بالظبط، نفس النوع من التاسك. هنا مثلا جوني بيحب الفواكه اكتر من الخضار عشان الفواكه مسكره ولا الخضار هو اللي مسكر، فالمفروض الفواكه. يدي probability لكل سيكونس من دول او كونتكست من دول عشان نشوف الموديل هيفيفر انهي واحد فيهم، نشوف الكواليتي بتاعته كويسه ولا لا، وهكذا، او حطها في البنش مارك يعني. طيب الحاجه الانترستنج هنا بقى واللي لازم ناخد بالنا منها وانت بتقرا البحث، هتلقى نجوم هنا. النجوم دي بتقول ان في بوتنشال كونتامينيشن هنا. يعني جي بي تي 3 اعلى حاجه بالوان شوت مثلا، ودي حاجه غريبه قوي، ان هو هنا السكور بتاعه في الوان شوت اعلى من السكور بتاعه في الفيو شوت. بس على كل الاحوال السكورز دي مش حقيقيه اصلا، لان في ستارز هنا ففي بوتنشال كونتامينيشن. في بوتنشال كونتامينيشن يعني السكور بتاع الموديل الحقيقي ستيل اقل من ده. هو اصلا طلع السكور ده عشان هو اتدرب او في كونتامينيشن على الداتا دي. لما نشيل الكونتامينيشن في الاغلب السكور بتاعه هيكون اقل من كده. طيب ممكن نبص مثلا على الكومن سنس ريزونينج. دي الاسئله بتاعت الكومن سنس سبيسيفيكلي على الفيزيكال بورد او العالم بشكل فيزيائي. انا لو سبت القلم ده دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيقع ولا هيطلع لفوق؟ مثلا لو احنا حطينا ميه على النار يا ترى هتغلي ولا هتتجمد؟ وهكذا. شويه اسئله عن الفيزيكس بتاعت البورد عموما. وعايزين نشوف الموديل فاهم الفيزياء بتاعت الكوكب بتاعنا دي قد ايه. ففي كذا داتا، بس خلينا نتكلم عن الفيزيكال كيو اي او البي اي كيو اي، وهنبص عليها في الابندسيز تحت. بس خلي بالك هنا ان هو من اول زيرو شوت وهو بيطلع ستيت اوف ارت. زيرو شوت، وان شوت، فيو شوت، كلهم بيطلع سكور احسن بكتير من اي موديل تاني، اعلى من الفاين تيون ستيت اوف ارت. ستيل بوتنشال كونتامينيشن في ستار هنا، فهو في الاغلب هو كونتامينيتد. هو مش مطلع سكور ستيت اوف ارت عشان هو ستيت اوف ارت في الحقيقه، لا هو عشان بص على الداتا دي، عشان نتدرب عليها اصلا. لو بصينا بص على الداتا في 52 بتاعت البي اي كيو اي، ده مثال. احنا عايزين نحط سيلنت على الوود او عايزين نحط ماده منع التسريب على الخشب. في تو انسرز واحنا عايزين نشوف الموديل هيفيفر ايه فيهم. هل يا ترى الكوريكت انسر ان هو يستخدم فرشه ويحطها في السيلنت بعدين يدهن بيها على الخشب، ولا هنا ان هو يستخدم فرشه بعدين بعد ما يستخدم الفرشه دي يحط السيلنت كله على الوود، يدلق او يرمي السيلنت كله او الماده منع التسريب دي على الخشب كلها بحيث الخشب كله يتشرب منها، بعدين يسيب بقى الباقي واقع على الارض. في تو انسرز، شوف الموديل بيفيفر ايه. and that's it for PIQA او الفيزيكال كويستشن انسرز. واللي بيطلع عليها ستيت اوف ارت، بس ستيل احنا خلاص عرفنا بقى ان هو مش ستيت اوف ارت حقيقي، هو بس عشان فاين تيوند على الداتا دي او بري تريند، اقصد على الداتا دي شافها اثناء البري تريننج. دي الرسمه. هو ستيل اعلى من الفاين تيوند ستيت اوف ارت. لما بيبقى عندنا 50 مثال بيبقى ده اعلى سكور ليه يعني، بس ستيل اقل من الهيومن. وستيل الداتا دي فيها كونتامينيشن، وي كان نوت تراست الداتا دي عشان ما نقدرش نثق في البنش مارك دي عشان احنا متاكدين ان في كونتامينيشن خلاص. بعدين let's go for reading comprehension. ودي النوعيه من التاسكس الجي بي تي 3 كان بيستراجل معاها، كان بيطلع سكور سيء قوي عليها. نبص على البنش مارك على طول. هنا مثلا في الاول خالص الريدنج كومبريهنشن ان احنا بيبقى عندنا قطعه وبعدين عندنا اسئله على القطعه دي. فالداتا سيتس اللي موجوده عندنا في مثلا سي او كيو اي، دي هنبص عليها تحت. اقوى نسخه الجي بي تي بعد الفاين تيون، بعد الفي شوتس، سوري، بعد ما دخلنا في شوتس اند سو اون، طلع 85 اللي هو اقل ب 5% من الفاين تيون ستيت اوف ارت. ممكن نبص على الداتا دي. طبعا لو بصينا على باقي الداتا سيتس التانيين فهو ستيل السكور بتاعه اقل بكتير جدا جدا كومبير تو الستيت اوف ارت. فلو بصينا على سي او كيو اي في 55، ده شكل الداتا.
ده كده الكونتكست، دي القطعه. بعد ما القطعه تخلص في نفس البرومبت واحنا بنبعت له سؤال واجابه، سؤال واجابه، شويه شوتس كده او شويه فيو شوتس، بعدين في الاخر خالص بنبعت له سؤال ونستنى منه الاجابه بقى. دي الداتا بتاعت السي او كيو اي، وده الموديل اللي بيطلع سكور قليل عليها. وعموما لما نوصل سكشن الليميتيشنز، بس خلينا نوضح ده من دلوقتي. الموديل بيستراجل مع حاجتين اساسيتين، دايما الريدنج كومبريهنشن، ودايما ان انت تعمل تكست كومبليشن بس الكلمه في النص. يعني مثلا شلنا الكلمه دي، ده الانبوت بتاعنا السطر ده كله كده مثلا، وعايزين يجنريت الكلمه دي، عايزين يتوقع الكلمه اللي في النص ايه. لما كنا بنبص على الداتا بتاعت لامبادا كان بيجنريت اخر كلمه بس. طب لو كلمه في النص بقى، لا الموديل بيستراجل معاها جامد. جزء الريدنج كومبريهنشن وجزء الكلمه اللي في النص، الاثنين بيبقوا محتاجين حاجه تبقى باي دايركشنال زي بيرت اللي اتكلمنا عنه. مثلا الكلمه اللي في النص، انت عشان تجنريت الكلمه اللي في النص دي انت محتاج تبص على السيكونس، الجزء اللي في الاول، بعدين تبص على الجزء اللي في الاخر، تحاول تتوقع ايه الكلمه اللي تبقى في النص. الريدنج كومبريهنشن انت هتقرا القطعه، بعدين تقرا الامثله، بعدين تقرا السؤال، بعدين تقول السؤال ده كان موجود فين في القطعه، فهترجع تاني. فانت محتاج حاجه باي دايركشنال. بس جي بي تي هو اوتو ريجريسيف، ف ات وونت بي ايبل ان هو يتحرك بشكل باي دايركشنال ده. فدي اهم ليميتيشن موجوده في جي بي تي 3 او في الجي بي تي فاميلي عموما اصلا. يا في حاجات مش مفهومه هنا. انت هتلقى الزيرو شوت احسن من الفيو شوت في حاجات غريبه، في حاجات تانية هتلقى الوان شوت احسن من الاثنين. and mostly ده بيبقى بسبب الكونتامينيشن، يعني في شويه كونتامينيشن حصل، شويه داتا هو شافها اثناء البري تريننج كده كده، فبالتالي هو مش محتاج امثله، هو دوب مثال واحد بس هيخليه يشتغل ويطلع كواليتي كويسه. بعد كده خلينا نتكلم عن سوبر جلو. سوبر جلو دي بتستخدم مع البيرت والروبرت فاميلي، فاستخدموها هنا كمان عشان نبقى بنوحد بنش مارك يعني. ف فين التيبل بتاعتها؟ اوكي. دي الداتا السوبر جلو مثلا والبول كيو. هنفتح نبص على البول كيو، ما كانتش موجوده في الابندسيز بس انا جبتها من الويب سايت بتاعهم، فهنبص عليها. بس خلينا نبص على السكورز في الاول. هنا دايما جي بي تي 3 مع النوعيه دي من الامثله بيكون اقل من السيت اوف ارت، بس somehow بيحاول يكمبيت. فمثلا هنا البيرت لارج الفاين تيوند، رغم ان هو فاين تيوند الى ان جي بي تي 3 بالفيوشنز كان احسن منه، بس طبعا ستيل اقل من السيت اوف ارت. هنا كان اقل بحاجات بسيطه قوي، اقل 1% على الداتا سيت بتاعت البول كيو. ايه بقى الداتا سيت بتاعت البول كيو دي؟ ماشي، دي الداتا انا عملت سيرش عنها وبعدين عملت لها داونلود. دي سامبل من الداتا، بس خلينا نبص عليها احسن هنا على الجيسون. خلينا ناخد ده مثلا. ماشي، الداتا بتاعت البول كيو ارنو مش عارف الجيسون مش بيفتح ليه. خلونا حتى نبص هنا. ماشي، دي الداتا بس. طيب الداتا عامله ازاي؟ بيبقى فيها كويستشن، بيبقى فيه سؤال، بعدين بعد السؤال ده بيبقى فيه الاندكس بتاعه سكيبت فور اندكس، بعدين في الاخر خالص الليبل هو ترو او فولس. عندك سؤال وفي الاخر خالص السؤال ده هو ترو او فولس، هو بوليون برضه وهو ترو او فولس يعني. دي الداتا بتاعت البول كيو. هنا مثلا لو بصينا على الجيت هاب بتاعه is France is the same time zone as UK، ده السؤال. بعدين دي الباسج بتاعته، دي القطعه اللي المفروض هيجاوب منها، بعدين الانسر فولس او الاجابه بتاعته فولس يعني. ده التايتل بتاع الكويستشن وكان سكيبت. بس البوينت هنا ان هو لما بياخد سؤال ويحاول يجاوب من الباسج which is somehow reading comprehension برضه، فبالتالي برضه اوقات بيطلع سكور سيء عليها او ما بيعرفش يجاوب عليها. that's why لو بصينا هنا هنلقى ان جي بي تي 3 ستيل هو اقل من البيرت لارج واقل من البول كيو. فاي حاجه عموما محتاجه باي دايركشنال، في الاغلب البيرت فاميلي هتكون احسن فيها. اي حاجه مش محتاجه باي دايركشنال اوتو ريجريسيف على طول هتلقى الجي بي تي فاميلي احسن فيها. طيب خلينا نبص على NLI. ال NLI هي Natural Language Inference، او ان الموديل يقدر الابيلتي بتاعت الموديل ان هو understand a relationship between two sentences. احنا عندنا جملتين عايزين نشوف الجملتين دول نفس المعنى او يعني بيناقضوا بعض، في بينهم تناقض ولا لا. يعني مثلا خلينا نبص على المثال ده عشان نفهم. هنا اول جمله ان الشخص راكب حصان وبعدين نط اوفر ا بروكن داون ايربلين. بعدين في جمله ثانيه بتقول ان الشخص ده اوت دورز اون ا هورس.
هل في تناقض ما بين الجملتين ولا الاثنين بيعبروا عن نفس المعنى؟ موستلي هنا مفيش تناقض. لو هو راكب حصان في اول جمله ففي الاغلب هو اوت دورز، اكيد مش هيبقى راكب حصان في البيت. بس هنا ثالث جمله اللي هي a person is at dinner، هو مش غالبا هيبقى في تناقض بين ان هو راكب حصان في نفس الوقت هو بيتغدى، الا لو بيتغدى على حصان which is تقريبا ما بتحصلش يعني. كده في تناقض ما بين الجملتين دول. فالان الاي بس هو بيدخل جمله وبعدين بيدخل جمله كمان او جملتين كمان، ويسالوا ايه الجمله فيهم اللي بتكونتراديكت او في بينها تناقض مع الجمله الاساسيه، وايه الجمله اللي بتتماشى مع الجمله الاساسيه. دي ال NLI. Where is the table of NLI؟ yeah. So هنا مع 50 مثال على NLI بيطلع اعلى بكتير من random guessing، بس still far beyond ال fine tuned BERT large او ال fine tuned ال BERT family، وهم بدورهم far قوي من ال state of art. الاكيورسي بتاعته على ال NLI هي اقل بكتير من ال state of art models. ده تكمله اللي كنت بقوله، ان السكند سنتنس دي هي لوجيكالي بتفولو الفيرست ولا بتكونتراديكت ولا possible true، او اللي هي ناتشرال يعني مش بتكونتراديكت ومش بتفولو. اوكي طيب اخر حاجه خلينا نتاكد برضه لو في سؤال. ماشي طيب اخر حاجه هنتكلم فيها في التاسكس، هنتكلم في الريزلتس، هنتكلم على السينثيتك والكواليتيف تاسكس. ممكن نسكيب الكلام ده، احنا محتاجين نعمل اون فلاي كومبيتيشنال ريزنينج، ان هو ريزنينج اون فلاي كده. ده ايه؟ خلينا نروح على اول حاجه الارثماتيك. احنا عايزين نشوف سوري، احنا عايزين نشوف الموديل ده الارثماتيك كواليتي بتاعته عامله ازاي من الاخر. فعملنا كذا نوع من انواع التاكس. 2 ديجيت اديشن، ان احنا نجمع رقم من 2 ديجيتس مثلا 76 و24 و43 وهكذا. بعدين خليناها سبستراكشن، بعدين اديشن على 3 ديجيت، بعدين 4 ديجيت، بعدين 5 ديجيت وهكذا. وبعدين في الاخر خالص شفنا التيبل دي، لقينا ان اقوى حاجه الموديل بيعرف يجاوب عليها بشكل بديهي جدا هي ال 2 ديجيت اديشن which is the simple task، اللي هو اسهل حاجه the simplest one. ان انت هتدخل له رقمين 2 ديجيتس وتقول له اجمعهم، في الاغلب هيعرف يجمعهم. واكتر حاجه كان بيستراجل فيها ال 5 ديجيت اديشن، ان انت تدخل له رقم من 5 ديجيت 1 2 3 4 5 مثلا زائد 5 4 3 2 1. الارقام دي او النوعيه دي من الاديشن دي اكتر حاجه كان جي بي تي 3 بيستراجل معاها، لان عدد الديجيتس كتير قوي. وبرده من المشاكل اللي بتظهر هنا حاجه سايد تاسك كده او يعني سايد نوت، ان هو بيقسم الكلام قلنا لتوكنز، فممكن يقسم الارقام دي لتوكنز، فممكن يقسمهم 12 في حته و354 او 345 في حته مثلا، او ممكن يقسم كل واحد فيهم ديجيت منفصله. فلما بيعمل اديشن والرقم نفسه متقسم هو بيأد حاجات غريبه. يعني مثلا هنا هيقسموا 12 و54 مثلا، فهيجمع 12 زائد 54، بعدين الثلاثه دي هيجمعهم مثلا على ال 32 هنا بعدين. فبما انه بيقسم الرقم اوقات بيستراجل مع حاجه زي دي، بيستراجل ان هو يعمل توكنايزيشن للارقام وبعدين يعمل اديشن عليها او يعمل ارثماتيك اوبريشن عموما عليها. دي الرسمه بتاعت الارثماتيك اوبريشن. بعدين ممكن نبص على الانسكرامبلينج. برضو حاجه اخيره هنا غير الاديشن والمالتيبليكيشن، عملوا حاجه اخيره اسمها 1 ديجيت كومبوزيت، وهي ان احنا هنعمل اكتر من عمليه حسابيه وهيبقى في اقواس ما بين اخر رقمين. الاقواس دايما هتكون في الاخر، ف6 مثلا زائد افتح قوس 4 في 8، ونشوف الانسر المفروض تطلع من الموديل ايه. I don't think ان هم حاطينها على التيبل هنا، مش حاطينها في الرسمه دي، بس يعني عموما that's it موجوده هنا في التيبل مثلا. بعدين خلينا نروح على الورد سكرامبلينج. في الورد سكرامبلينج ان هو بيحاول يعيد ترتيب الحروف بتاعت الكلمه دي. عملوا كذا نوع من الورد سكرامبلينج. اول حاجه مثلا الفيرست جرام او الانجرام، وهو انك هتسيب اول حرف زي ما هو واخر حرف زي ما هو وفي النص الكلمه تتغير او الحروف ترتيبها هيتشقلب. فهنا مثلا في كوربشن ساب السي وساب الان والحروف اللي جوه اتشقلبت. بعدين تو كاركترز بيسيب اول حرفين هنا واول حرفين هنا والحروف اللي جوه يشقلبها فتبقى بالشكل ده مثلا. مثلا ريفرس وورد ان هو يقلب الحروف كلها من الاخير يبقى الاول والقبل الاخير يبقى الثاني وهكذا. او الراندوم انسيرشن سوري ان وورد ان هو يحط راندوم مارك مثلا او راندوم سيمبل هنا مثلا في كلمه وبعدين يشوف الاوتبوت ايه.
طيب هنا في حاجه مهمه، قالوا ان هنا في potential contamination، بس الكونتامينيشن اللي هنا كان بسبب كذا حاجه. اعتقد هيبقى موجود في الكونتامينيشن سيكشن تحت. قالوا ان في كذا كونتامينيشن، منهم كونتامينيشن بسبب مثلا الكلمه اللي هي كده كده هي نفس الشكل، يعني مثلا كاياك، رتبناها كده او رتبناها كده هي نفس الكلمه، فالموديل اكيد شاف كلمه كاياك دي كتير اثناء البري تريننج، فلما نعمل سكرامبلينج عليها هنلاقيه بيطلع سكور عالي جدا، لان هو من ناحيه ما غيرش حاجه في الكلمه، ومن ناحيه هو شافها كتير. ف which is ممكن تكون misleading. احنا شفنا السكور كبير، بس مش كبير عشان هو فعلا ذكي، هو عشان الداتا فيها كونتامينيشن وفيها حاجات زي كده اللي هي الكلمه زي ما هي يعني. ماشي، خلينا نروح على اخر حاجه، السيت ستايل انالوجي. بعدين I think بعد كده ممكن نروح على الكونتامينيشن، و I think that's it. طيب الجزء بتاع السات برضو مش هنطول فيه، هو سريعا جدا. السات ده بيبقى اكزام بيتعمل للهاي سكولرز او الناس بتوع ثانويه عشان يخشوا الجامعه، اختبار ليهم يعني بيحدد مستواهم. فهنا مثال، مثلا الكلمه الاولى دي بالنسبه للكلمه الثانيه زي اني كلمتين لبعض. يعني لو مثلا happy to sad is like، احنا هنا الكلمه دي العلاقه بين الكلمه الاولى والكلمه الثانيه في بينهم تضاد، يعني دي عكس دي تماما. فكده احنا عايزين ندور من الامثله دي على كلمتين يكونوا الاثنين متضادين 100%. يعني مثلا الكلمه دي والكلمه دي هيبوكراسي، الاثنين يكونوا مختلفين 100%، او الاثنين عكس بعض زي هابي او ثاد يعني، او ساد. That's it for set analogy. والحاجه الغريبه اللي حصلت هنا ان من ناحيه هو طلع سكور عالي جدا، بس من ناحيه ثانيه هو بيأوت بيرفورم الهيومن نفسه، حتى بيأوت بيرفورم الطلبه اللي كانوا بيمتحنوا امتحان السات ده. هنا كان مكتوب مثلا ان الافريج سكور بتاع الناس يبقى اراوند 57. السيستم مع الفيو شوت او جي بي تي 3 مع الفيو شوت طلع 59.1، يعني حتى اكبر من الطلبه اللي بيمتحنوا الامتحان ده، او اكبر من الناس اللي بيمتحنوا الامتحان ده. و 53.7 في الزيرو شوت سيتنجز. سو مع فيو شوت مع 20 مثال بيطلع سكور اعلى حتى من الطلبه الحقيقيين او من الانسان الحقيقي اللي بيمتحن الامتحان ده. يعني I think that's it. خلونا نروح على نيوز ارتكل جنريشن، دي هنتكلم عنها شويه، بعدين نروح على الكونتامينيشن على طول. اللي كانوا بيعملوه في النيوز ارتكل ان هم كانوا بيدخلوا تايتل، بيدخلوا الحاجه اللي احنا عايزين نجنريت نيوز ارتكل عنها، بعدين بيخلوا الموديل جنريت نيوز ارتكل. بعدين بعد كده الايفالويشن بتاعها بيبقى هيومن ايفالويشن، جابوا ناس حقيقيين يقروا النيوز ارتكلز دول ويقيموا النيوز ارتكل دي هي معموله بالاي اي ولا بانسان. ولو معموله بالاي اي، الناس دول خدوا بالهم ان هي معموله بالاي اي بعد وقت قد ايه. يعني اليوزر شاف الارتكل، فتح تايمر، بدا يشوف الارتكل، يعني اول ما فتح تايمر بعد كام ثانيه او بعد كام دقيقه بدا يكتشف ان دي خلاص معموله بالاي اي. دي الحاجه اللي بيفالوت بيها. خلونا نسكرول داون نبص على امثله احسن. ده مثال، ده التايتل، سب تايتل، بعدين كلمه ارتكل. المعمول باللبني ده او اللي معمول له بولد ده الارتكل الحقيقيه او الارتكل اللي اتعملت بالاي اي يعني. ده مثال تاني، تايتل سب تايتل كلمه ارتكل، هو هيقرا التايتل وهيقرا السب تايتل ومن خلالهم هيحاول جنريت ارتكل تاني وهكذا. بعدين 74 بالنسبه للايفالويشن بقى بتاع النيوز ارتكل ده، هم عملوا ايفالويشن ازاي؟ هنا هم عينوا 718 شخص بعد ما عملوا التيست بتاع النت وكل حاجه، بقى منهم 621 شخص بس دول اللي بييفالويتوا الارتكلز. طيب بييفالويتوا الارتكلز ازاي؟ زي ما قلت هم بيبصوا على الارتكل ويفتحوا تايمر، اول ما يبداوا يكتشفوا ان هي مكتوبه بالاي اي يحددوا الوقت اللي اكتشفوا فيه يعني، بعدين يشوفوا هي بالاي اي فعلا ولا لا. هنا البارتيسبانتس كان منهم 343 راجل، بعدين 271 بنت، بعدين 7 اذرز. انا ما اعرفش ايه الاذر ده، ما اعرفش مين دول. آه، يعني المهم ان الافريج ايج بتاعهم كان 38، والناس المفروض عندهم اكسبيرينس في الارتكلز. ده الجراف بتاع الايفالويشن بتاعهم. كل ما بنروح على اليمين كل ما الموديل حجمه بيكون اكبر، هنا لوجو سكيل، وكل ما بنطلع فوق كل ما الوقت اللي بياخدوه عشان يقولوا ان هي average time spent trying to detect ان هي generated news article يعني قد ايه. كل ما الموديل بيبقى اكبر كل ما بياخدوا وقت اكتر عشان يبداوا ياخدوا بالهم ان هي معموله بالاي اي. بس كل ما الموديل كان صغير او كان صغير بيبقى باينه بسرعه ان هي معموله بالاي اي، فبياخدوا بالهم بسرعه يعني.
هنا مثلا تيبل صغيره كده بتوضح عدد الناس مع جي بي تي 3 ب 75 كان في 80 شخص، الاكسكلودد منهم 9، الجندرز بتاعتهم ايه وهكذا، وافريج الايدج اند سو اون. I think that's it for translation عشان برضو ما ابقاش طولت كتير قوي. دي رسمه شبه اللي فوق، دي الاكيورسي ودي النمبر اوف بارامترز. كل ما الموديل بيكبر كل ما الاكيورسي بتاعت الناس بتقل. خلي بالك احنا هنا بنشوف الاكيورسي بتاعت الناس مش بتاعت الاي اي، فكل ما الاكيورسي كل ما الموديل بيكبر كل ما دقه الناس اللي بيقيموا الحاجه دي خارجه من اي اي ولا لا بتقل، يعني بيتلخبطوا اكتر، او معناها ان الاي اي بيكون اقوى يعني. باقي حاجه صغيره ممكن نسكيبت حتى الكوريكت انجلش جرامر. انت بتدخل الانبوت بيبقى بور انجلش انبوت، بعدين سنتنس، بعدين جود انجلش اوتبوت، وبعدين بنستنى يطلع السنتنس دي. اعتقد كان في امثله موجوده هنا. I don't know، بس عموما انت بتدخل جمله تكون مكتوبه بالانجلش بشكل صحيح، بس عايزين نخلي الجرامر اقوى او مكتوب بشكل احسن، فبندخله البور انجلش، كلمه بور انجلش، بعدين الجمله، بعدين جود انجلش، بعدين نسيب امتي عشان هو يجنريت الجمله الجديده يعني. انا عايز بس اروح على اخر حاجه بتاعه النوفل وورد، لان انا قلت هذكرها بعدين ما ذكرتهاش، فخلينا نوضحها هنا. الجزء بتاع النوفل وورد ده ان انت هتختار كلمه زي دي، كلمه مالهاش معنى اصلا، تقول له خلي بالك الكلمه دي معناها ان مثلا هي عربيه والاكسلريشن بتاعها سريع جدا. كده احنا اخترعنا كلمه جديده واخترعنا لها معنى، بعدين قلنا له هنا جنريت جمله جديده يكون فيها الكلمه دي. فهنا in our garage we have a pringle او نفس الكلمه بنفس المعنى موجوده في الجراج، فغالبا هم قصدهم على العربيه والكلمه هنا فعلا بتعبر عن عربيه، فكده هو استخدمها بشكل صحيح. هنا مثلا كلمه جديده وشرحنا معناها، هنا مش بس استخدمها كمان اعتبرها فيرب وحط لها اي دي في الاخر، طلع فيرجنز منها. so I think this is the point، يعني ان احنا نجنريت كلمه جديده نقول له الكلمه دي بتعبر عن كذا، حطها في جمله، فلما يحطها في جمله لازم تكون بتعبر عن نفس التعبير اللي احنا قلناه قبل كده. we have time. اوكي، اخر حاجه نتكلم عنها جزء الميمورايزيشن بتاع الداتا، بتاعت ان هو شاف البنش مارك او داتا كونتامينيشن او ايا يكن بنسميها ايه. اللي حصل هنا ان بما ان الداتا جايه من الانترنت فموستلي اكيد هيحصل اوفرلاب سم هاو ما بين الداتا بتاعت التست دي والداتا بتاعت الترين. اكيد هنلقى داتا، جزء من الداتا بتاعت التست دي موجوده في الترين، خاصه ان الموديل بتاعنا كبير واتدرب على داتا كبيره جدا. هنا الداتا سيت كبيره، فبما ان الداتا سيت كبيره فاحتماليه ان يكون في كونتامينيشن او اوفرلاب اكيد اكبر. كل ما الداتا بتكبر كل ما احتماليه الكونتامينيشن بتزيد يعني. سو في بوتنشال كونتامينيشن، ولكن رغم كده لما بصينا هنا على التريننج كيرفز بتاعت الموديل لقينا ان الجاب اللي بتحصل ما بين التريننج لوس، الجاب اللي ما بين التريننج لوس هنا والفاليديشن لوس، الجاب دي من ناحيه هي صغيره نسبيا، فبالتالي الموديل ما عملش اوفر فيتنج او ما راحش يحفظ التريننج داتا، لا هو ستيل بيتعلم. ومن ناحيه ثانيه حتى الجاب الصغير ده قالوا ان موستلي الجاب ده بسبب different in difficulty in questions، يعني الاسئله مدى صعوبتها بيتغير، فبالتالي الجاب اللي حصل ده ممكن عشان كان في اسئله اصعب شويه بس ما حصلش اوفر فيتنج بشكل او باخر يعني، بس ستيل احنا في كونتامينيشن. فهنا اللي عملوه عشان نسكيب كل الكلام ده خلينا نروح على الرسمه دي ونفهم اكتر. هنا على اليمين الداتا، نسبه الداتا الكلين قد ايه، كل ما نروح على اليمين كل ما الداتا الكلين تكون اكتر. يعني مثلا النقطه اللي هنا دي معناها ان الداتا كانت كلين 100%، ما حصلش اي كونتامينيشن خالص. كل ما نروح على الشمال كل ما يبقى فيه كونتامينيشن. كل ما نطلع لفوق دي الاكيورسي الجديده بعد ما شلنا الكونتامينيشن، لما ننزل تحت دي الاكيورسي الجديده بعد ما شلنا الكونتامينيشن برضه. فمثلا هنا خلينا نبص على الدبليو ام تي 16 بتاعت جيرمان انجلش، دي 25% منهم فيهم كونتامينيشن، فبما ان في 25 كونتامينيشن يبقى في حوالي 75 كلين. عند ال 75 هنا هنلقى الداتا سيت دي، بعدين السكور بتاعها قل مثلا اراوند مثلا 5%، معناها ان احنا واقف عند 5% هنا، معناها ان احنا بعد ما شلنا الكونتامينيشن السكور الحقيقي بقى اقل 5% تقريبا. هم كاتبين الرقم ولا لا؟ مش مكتوب.
خلينا نبص مثلا على البي اي كيو اي. البي اي كيو اي في منها 29 كونتامينيشن والديكريز كان 4%. 29 كونتامينيشن يعني في حوالي 71% كلين اللي هي دي، قلت 4% بعد ما شلنا الكونتامينيشن ده. طيب وبالمثل بقى مع باقي النقط، مثلا هنا مع الوينو جريد او الوينو جراند. مع الوينو جريد لما شلنا الكونتامينيشن قلت اراوند 2% بس، لان هي تقريبا كانت واقفه في اللي هو خلينا نبص هنا، قلت حاجه بسيطه قوي، مش عارف موجوده ولا لا. هنا في 45% من الامثله دي كونتامينيتد، في 45% من الامثله كانت موجوده في التريننج، بس رغم كده لما شلناهم يا دوب السكور قلت منه 2.6 بس في المية يعني. alright so ده اللي هم عملوه في الجزء بتاع الكونتامينيشن، ان هم طبعا الكلام اللي فوق ده بيشرح نفس اللي قلته، فخلينا نبص على الرسمه احسن يعني. اللي هم عملوه ان هم بما ان الموديل كبير والداتا موجوده من على النت والدرجه على داتا كبيره، فموستلي اكيد هيكون في كونتامينيشن بشكل او باخر، بس بدل ما يشيلوا الكونتامينيشن ده اثناء البري تريننج وهيعيدوا كل حاجه تاني وهيدفعوا فلوس اكتر، قالوا لا خلاص احنا هندرب الموديل عادي، بعدين نتستو اجينست البنش مارك الحقيقيه، بعدين اجينست البنش مارك بعد ما نشيل منها الكونتامينيشن الحقيقي ده. واحنا بنعمل بري ترين نشوف الكونتامينيشن قد ايه، الحاجات اللي حصل فيها كونتامينيشن، بعدين خلي عندك اثنين بنش ماركس، واحده السكور بتاعه الحقيقي اللي هو بعد ما شلنا الكونتامينيشن، واحد السكور قبل ما نشيل الكونتامينيشن. فطلعنا بالرسمه دي. بس يعني اعتقد ذاتس ات. هنا بس في الليميتيشن اخر حاجه اقولها، ان الليميتيشن كنت زي ما ذكرت من شويه لسه بيستراجل مع ريدنج كومبريهنشن، لسه بيستراجل مع ان احنا نكمل كلمه في النص، لسه بيستراجل عموما مع اي حاجه في الدنيا باي دايركشنال، اي حاجه محتاجه نبص على الكلام النص الاول والنص الاخر، او نبص على الكلام فوق وتحت مثلا. فستيل جي بي تي 3 او جي بي تي عموما فاميلي بيستراجلوا مع المشكله دي، لان جي بي تي فاميلي هي اوتو ريجريسيف، هو بيشوف اخر توكن يجنريت اخر توكن، بعدين التوكن اللي بعدها، بعدين التوكن اللي بعدها، وهكذا. فهو بيستراجل مع التاسكس الخاصه بالباي دايركشن. في الاخر خالص اخر جزء الجزء بتاع ان البايز مثلا الفيرنس والبايز والجندر ايكواليتي وشويه الحاجات اللي تبقى موجوده في الداتا، اللي هو الكلام تقريبا بيبقى موجود في اي بيبر، يعني ان انت ممكن الموديل يكون بايز towards سايد معين يعني. So I think that's it. لو حد عنده اي سؤال ممكن يكتب في الشات، اتمنى يكون حد عنده سؤال عموما عشان ادوني حتى احساس ان انت كنت سامعني. يعني ممكن تعمل رياكت، تكتب حاجه في الشات بتاع اديني انطباع بس ان انت سامعني عشان اتاكد ان انا الصوت مسموع حتى. زي الفل، شكرا. طيب I think احنا خلصنا، انا بس مستني حاجه اخيره. انا هبعت اللينك ده هنا، وبعدين ان شاء الله هبعته برضو على ديسكورد. احنا المره اللي فاتت واحنا بنشرح انتوا كتبتوا ريسبونسز، كان في 4 ريسبونس هنا، انا شفت الريسبونسز دي بتعبر عن ايه، وشفت النقط اللي انتوا كنتوا مختلفين فيها، يعني حاولنا نحسنها المره دي. بعدين ليتس ستوب شيرنج سكرين عشان نشوف بعض. فحاولت احسنها المره دي، بعدين في الاغلب اكيد هيكون عندكم برضو نقط ثانيه اكتبوها عشان نحسنها المره الجايه وهكذا. ف يعني ذاتس ات، احنا الشرح ده بيتحسن بناء عن اللي انتوا بتكتبوه في الفورم، فممكن ما تكتبش اسمك، ما تكتبش اي حاجه عنك لو انت مش حابب تكون معروف، اكتب بس حتى رايك عشان على اساسه ان شاء الله هنتريت اكتر، نحسن الشغل احسن وهكذا. I think I have to stop recording here.